حبايبنا من اسكندريه لاسوان، اخباركم ايه؟ يا رب تكونوا بخير. ابطال اولى ثانوي دفعه البكالوريا البشوات عاملين ايه يا حبايبنا؟ معاكم استاذ محمد ابو بكر، معلم ماده تاريخ للثانويه العامه ومعلم اوائل الجمهوريه. ان شاء الله انتوا كمان هتكونوا من اوائل الجمهوريه لما تخلصوا ثالثه ثانوي. طيب، احنا عندنا ايه في منهج شهر ابريل؟ منهج شهر 4. انا عارف ان انت مراقب وما تعرفش اصلا عليك ايه في المنهج ولا اي حاجه. بص، انت عليك اول 3 دروس في الباب الثاني، يعني عليك درس الحضاره الاغريقيه، وعليك درس مصر تحت حكم البطالمه، وعليك درس الحضاره الرومانيه. طيب مستر، انت جاي النهارده تعمل ايه؟ جاي النهارده اديك فكره خفيفه ظريفه لطيفه سهله عن المنهج، وحل معاك بتاع 100 120 سؤال كده بسرعه، ان شاء الله تلاقي الامتحان موجود فيهم بالنص. طيب وانا هقعد استحمل 120 سؤال عشان امتحان 20 سؤال؟ لا يا حبيب قلبي، انت مش بتستحمل عشان كده، انت بتستحمل عشان مخك وادراكك يفهم ويستوعب. فلما تخش السنه الجايه سنه تانية اللي هي اصلا عندك شهاده، انت بكالوريا، انت دفعه 26، ما تنساش ان تانية عندك شهاده السنه الجايه، يبقى الادراك عندك ده شغال فتقدر تستوعب المناهج الجديده. طيب يلا نشوف عشان الفيديو ما يبقاش طويل، يلا نشوف عندنا ايه في المنهج. بص، اول درس معانا بيحكي على حاجه اسمها الحضاره الاغريقيه. بص انا هديك نبذه سريعه جدا، مش هطول عليك ان شاء الله، يعني بكبرنا ما نعرفش بس ربنا يكرم يعني. هتسالني يا مستر يعني ايه كلمه حضاره اغريقيه؟ بص خدها قاعده، اي دوله معانا من دول اوروبا بيكون لها اكتر من مسمى واكتر من لقب. فعندك الحضاره الاغريقيه هي اليونان، هي مقدونيا، وطبعا قلنا الاغريق اللي احنا بنتكلم على قاره اوروبا. طيب متى متى نشأت قاره اوروبا؟ وكيف نشأت؟ وايه الاصل اللي جه منها، او النشأة او البذرة او النواة لقيام الحضارة؟ بص، مبدئيا انت عندك في جزر البحر المتوسط، دي جزر كتيرة جدا 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 جدا، من اول بقى على ايدك، من اول شرقا كده، من اول قبرص مرورا بكريت ثم صقلية ثم سبتة ثم مليلة، جزر كتيرة جدا جدا جدا. انا ايه اللي يهمني في جزر البحر المتوسط؟ يهمني جزيرة اسمها جزيرة كريت، وجزيرة اسمها جزيرة قبرص، كريت وقبرص. طيب واحده واحده، جزيره كريت دي كانت بتنقل الحضاره عن مصر. يعني ايه تنقل الحضاره عن مصر؟ يعني اي حاجه بتحصل في مصر كان اهالي جزيره كريت يجوا يقعدوا ويختلطوا بالمصريين فتره من الزمن، وبعدها يتعلموها فينقلوها لقاره اوروبا. اما جزيره قبرص كانت بتنقل الحضاره عن فينيقيا، يعني فينيقيا مثلا عندهم ابجديه، فينيقيا شطار في التجاره، فينيقيا شاطرين في صناعه السفن، فينيقيا تشوف تعمل ايه؟ يروح اهالي جزيره قبرص يختلطوا بجزيره فينيقيا، وبعدها يختلطوا باهالي فينيقيا ينقلوا الحضاره اللي هناك. طيب اشمعنى كريت وقبرص؟ قال لك بسبب الموقع الجغرافي. يعني ايه الموقع الجغرافي؟ يعني عشان هم اقرب لبلاد الشرق اللي هم احنا يعني. طيب يبقى كده باختصار نقول لعبت كل من جزيرتي كريت وقبرص دور الوسيط الحضاري. ممكن ما الاقيش كلمه الوسيط، ممكن الاقي كلمه ترانزيت، ممكن الاقي كلمه دينامو، ممكن الاقي كلمه محوري. طيب ممكن السؤال يجي لي بطريقه ثانيه، يقول لي ايه تعتبر نواه او بذره او اساس قيام الحضاره الاوروبيه؟ الاساس بتاعهم جاي منين؟ قال لك جاي من كل من كريت وقبرص، دول البدايه. طب كريت وقبرص جايبين الحضاره منين؟ من الشرق، يبقى اساس الحضارات الغربيه شرقي، واساس اوروبا شرقي، اللي هم ايه يا شباب؟ اللي هم مصر وفينيقيا. يبقى تاني باختصار عندي جزيرتين، جزيره اسمها كريت وجزيره اسمها قبرص، جزيره اسمها كريت وجزيره اسمها قبرص. كريت نقلت الحضاره من مصر، وقبرص نقلت الحضاره من فينيقيا، وودوا الحضارات دي فين يا شباب؟ بالظبط، ودوها لدول اوروبا. طيب تعال نشوف كده مع بعض، تعال نشوف واحده واحده. انا عندي ايه بقى عشان اروح قاره اوروبا؟ احنا كده بقى نلخص الكلام ده كله تاني. قلنا ان جزيره كريت وجزيره قبرص لعبوا دور وسيط حضاري. دور ايه؟ دور وسيط حضاري. ممكن بقى الاقي ايه غير كريت وقبرص؟ ممكن الاقي يا شباب جزر البحر المتوسط، ممكن الاقي جنوب اوروبا، ممكن الاقي جزر شرق البحر المتوسط. طيب اول حضاره عندي اسمها حضاره كريت.
اول حاجه حضاره كريت تعرف باسم الحضاره المينويه، اسمها الحضاره الايه؟ المينويه. ليه؟ راح قايل لك كده لان كل ملك ياخذ لقب مينوس. طب اشمعنى مينوس؟ قال لك ما في مصر كل ملك بياخد لقب فرعون. يبقى نقدر نقول كده باختصار ان جزيره كريت تاثرت بمصر في الجانب السياسي او تاثرت في مصر من مصر بالالقاب. طيب عندي بعد كده حضارتين عكس بعض تماما تماما تماما، وطبعا انا مش جاي اقول لك الكلام اللي كل المدرسين بتقوله، انا عايز انضف ودنك كده واقول لك شويه معلومات انت يمكن تكون ما بتاخدش بالك منها او ما فيش حد من المدرسين قايل لك عليهم. اللي بيحط امتحان التاريخ ده يا شباب شخصيه ذكيه جدا جدا وعبقريه جدا جدا، بيلعب على الصيغ والالفاظ، فانا عايزك تبقى فاهم كل الصيغ والالفاظ. مفيش حاجه اسمها السؤال ده صعب، مفيش حاجه اسمها ما بعرفش احل، انت في حاجه اسمها انا مش فاهم فكره السؤال، فهمت فكره السؤال تعرف تحل. طب ازاي اقدر افهم فكره السؤال لو انا واخد المعلومه كامله صح؟ طيب تعال نبدا نشوف كده. عندي حضاره سبارتا وعندي حضاره اسمها حضاره اثينا. نبدا بسبارتا. اول حاجه بيقول لك سبارتا نشأت داخل اقليم جبلي ضيق، اقليم جبلي ضيق يبقى نقول عليها حضاره جبليه مرتفعه. طب ايه كمان؟ باندماج عدد من القرى. عرفت بالنظام العسكري الصارم وانعكس ذلك على النشء. قال لي نظام عسكري ايه؟ عسكري صارم. كلمة عسكري صارم دي يعني عسكري دائم، يعني عسكري منتظم، يعني عسكري مدى الحياة. طب فين الموارد بتاعتهم؟ هم عايشين على الحرب ما عندهمش موارد، الموارد بتاعتهم لما يخش معركة ويكسب. الكلام ده احنا خدناه قبل كده في الباب الأول. فعندي حضارة اسمها الحضارة الأشورية. الحضارة الأشورية فين مكانها برضو؟ قال لك في منطقة جبلية مرتفعة، يبقى متشابهين مع بعض في المنطقة أو في مكان السكن أو في البيئة اللي سكنوا فيها، بيئة شبه بيئة. طيب والجيوش العسكريه المنتظمه في سبارتا؟ قال لك كان في جيوش عسكريه منتظمه. طب ايه الفرق بقى؟ قال لك سبارتا عندهم حاجه اسمها انعدام الموارد. عندهم حاجه اسمها ايه؟ مفيش موارد اصلا يا شباب، هم ما عندهمش اي مورد يجيبوا منه اكل وشرب غير الحرب. اما سبارتا، اما قصدي اثينا، اشور معلش، اما اشور كان عندهم ايه؟ اشور طبعا كان عندهم اهمال الموارد. يبقى باختصار سبارتا شبه اشور في حاجتين وتختلف عنها في حاجه. شبه اشور في المنطقه الجبليه اللي سكنوا فيها والنظام العسكري الدائم او النظام العسكري الصارم، وتختلف معاها في ايه؟ ده عندها ما عندهاش موارد اصلا وده عندها موارد بس مش مهتميه بيها. طيب العكس بقى او النقيض تماما حضاره اسمها حضاره اثينا. ايه قصه حضاره اثينا؟ تعال نشوف كده واحده واحده. ثانيه واحده. ماشي شكرا. ايه قصه حضاره اثينا؟ العكس بقى. قال لي اثينا نشأت داخل اقليم اسمه اقليم اتيكا. ايه اقليم اتيكا ده؟ اقليم واسع، اقليم تحفه، اقليم زراعي، اقليم معتدل، اقليم سهلي، يعني اقدر اعمل اي حاجه انا عايزها. بص سبارتا نشأت فين؟ حضاره جبليه. اما اثينا نقدر نقول كده ان الاقليم بتاعها ده نقول عليه حضاره سهليه منبسطه. مين خدناه في الباب الاول؟ حضارات سهليه منبسطه، شطور الحضاره السومريه، ومين تاني؟ والاكاديه، صح، وبابل 1 وبابل 2 اللي هي الحضاره الكلدانيه. يعني الحضارات دي برضو الاراضي بتاعتها كانت سهليه منبسطه، معنى كده يبقى عندهم زراعه وعندهم استقرار وعندهم حياه افضل بكتير. طيب عاشوا ازاي؟ قال لي ايه؟ عرفت بالديمقراطيه. مش مضطرين يحاربوا، عندنا جيش وكل حاجه بس احنا مستقرين. ديمقراطيه يا شباب يعني شورى، ديمقراطيه يعني حريه، ديمقراطيه يعني انتخابات. طيب قال لك وانعكس ذلك على النشء، يعني برضه اولادهم طلعوا بنفس الفكره، طلع بقى من عندهم فلاسفه. طب ايه كمان غير النظام العسكري، غير ان هم عايشين في ديمقراطيه؟ قال لي كمان اثينا عرفت بالفلاسفه، وافضل ما انتجته اثينا للبشريه حاجتين. اول حاجه الديمقراطيه، الحريه والشورى والانتخابات. تاني حاجه الفلاسفه. يبقى باختصار انا هتكلم عن حضارتين عكس بعض تماما. سبارتا حضاره جبليه، اما اثينا حضاره سهليه منبسطه. كده احسن، كده التركيز يبقى افضل. طيب تعالى بقى نعيش جوه نظام الحكم بتاع كل حضاره فيهم. اول حضاره معايا مين؟ اول حضاره معايا حضاره سبارتا. نظام الحكم، وكلمه نظام الحكم يعني النظام السياسي. انا خدت بس وقت في الجزئيه دي عشان انجزك بعد كده وتبقى فاهم انا هتكلم على ايه. طيب تعالى نشوف كده النظام السياسي بتاع مين؟ النظام السياسي بتاع سبارتا. سبارتا عندهم هيئه اسمها الملكان، يعني 2 ملوك. شرط في الملكين يكونوا من اكبر
واغنى اسرتين. يعني ايه اكبر اسرتين؟ اكبر اسرتين عدد، عشان احيانا بيجيب لك رسم بياني كده ويقول لك ايه، لو حبينا نختار ملك في سبارتا او ملكين نختار من انهي حاجه، ويقول لك هنا في رقم 1 وهنا 2 هنا 3 وهنا 4. هقول له عشان اختار الاسرتين يبقى شرط اختار من 1 و 3. طب ليه 1 و3؟ اشمعنى يعني؟ قال لك عشان دول الاكبر اهو في العدد وكمان اغنى. طب هل بيساعدكم حد في الحكم؟ قال لك بيساعدنا. مين؟ ناس اسمهم مجلس الشيوخ. مجلس الشيوخ دي هيئه تشريعيه يعني بيشرعوا القوانين. بيساعدكم حد في الحكم؟ بيساعدنا ناس اسمهم الرقباء الجمعيه، الترتيب الاول مهم جدا، الشعبيه، ودول نقدر نقول عليهم مثل الاستفتاء الدستوري، يعني دورهم يقولوا يس اور نو، احنا موافقين او مش موافقين على قرارات مجلس الشيوخ، ودول دورهم اعلى من مجلس الشيوخ. دول من غير كلمتهم القوانين ما تنفذش. طب هل بيساعدكم حد تاني؟ بيساعدنا حد تاني، ناس اسمهم الرقباء الشعبيون. بيعملوا ايه الرقباء الشعبيون؟ بيراقبوا الاسواق وبيحفظوا الامن والامان في الدوله، يعني دورهم رقابي. بس اوعى تنسى ان دي هيئه متجدده. ليه يا مستر متجدده؟ لان بيتم تغييرهم سنويا. اخر حاجه بقى عندهم الجيش، والجيش كان محور الحياه، يعني اساس حياتهم. تدخل وانت عندك 20، تخرج يا معلم وانت عندك 60، تبدا حياتك بقى ده لو لسه فيك نفس يعني. يبقى تاني، نظام الحكم نظام الحكم في سبارتا قايم على كام هيئه؟ 5: ملكان، مجلس الشيوخ، الجمعيه الشعبيه، والرقباء الشعبيون، الجيش. الكلام ده اي حد يقوله لك، الكلام ده سهل. اما بقى الموجه بتاعنا الجميل ممكن يجيب لك سؤال يقول لك ايه بقى؟ يشترط في رأس السلطة التنفيذية. مستر يعني ايه كلمة رأس السلطة التنفيذية؟ الحاكم. ايه الشرط بتاع الحاكم؟ بص، اسمه ملك، اسمه امبراطور، اسمه اي اسم، ما دام هو الرئيس بتاع الدولة او المسؤول عن الدولة بقى اسمه رأس السلطة التنفيذية. ايه الشرط اللي يكون موجود في رأس السلطة التنفيذية؟ اقول له يكون من اكبر واغنى اسرتين. ليه؟ عشان هم ما عندهمش موارد، فالشخص ده ما يجيش يبقى حرامي او طماع ويسرقهم. طيب ايه كمان؟ مين الهيئه اللي بتساعد الملكان؟ مجلس الشيوخ. مين الهيئه اللي كلمتها تمشي على مجلس الشيوخ ومن غير كلمتهم القوانين ما تنفذش؟ اروح قايل له الجمعيه الشعبيه. طب مين الهيئه اللي دورها جوه السوق ودورها يتطلب تواجد ميداني؟ اروح قايل له الرقباء الشعبيون. طب ايه اساس الدوله؟ اساس الحياه؟ اقول له اساس الحياه كان الجيش. طيب لو رحت بعد كده بقى لاثينا، ايه قصه اثينا؟ قال لك النظام بتاعهم اسمه نظام، في البدايه كان نظام ملكي. خدها قاعده، اي نظام ملكي في اي حته في الدنيا بنقول عليه اوتوقراطي. فالشعب ما عجبهمش نظام ملكي لانه نظام فردي، لانه نظام مطلق، لانه نظام ظالم، الملك بيعمل اللي هو عايزه. فقال لك لا، احنا نغير نظام الحكم ونحوله لنظام تاني نسميه ارستقراطي يعني قله تتحكم في الدوله، سواء بقى قال لي ارستقراطي، سواء قال لي راسمالي، سواء قال لي اقطاعي، يعني ناس عددهم قليل من 300 ل 500 اقصى تقدير بيتحكموا في الدوله. فبرضه الناس الفقيره شايفين ان هم كده مظلومين، اتضحك عليهم، فعملوا ثوره. وساعات بتلاقي كلمه ثوره بتيجي بمعنى حركات شعبيه. وعملوا نظام تاني اسمه نظام جمهوري، وده افضل شيء او ديمقراطي. يبقى بالله عليك فرق بين كلمه اوتوقراطي، وفرق بين كلمه ارستقراطي، وفرق بين كلمه ديمقراطي. لو عرفت تكتبهم الثلاثه تحت بعض في الكومنتات بص تبقى جامد جدا. طيب مين اول رئيس للجمهوريه هتختاروه؟ اخترنا شخص اسمه سولون. سولون ده هيطلع تشريعات، وما دام قال لي هيطلع تشريعات يبقى احنا بنقول يا سولون انت مثل حمورابي. التشريعات بتاعتك لصالح مين؟ تشجيع العمل والانتاج واسقاط الديون وتوفير فرص عمل للعامه. يبقى التشريعات بتاعته لصالح مين؟ قال لك لصالح العامه. كلمه عامه يا شباب او الطبقه الدنيا بتيجي في الامتحان باسم السواد الاعظم. طب لو قال لي ان هو التشريعات بتاعته هتفيد الطبقه الوسطى برضه، الطبقه الوسطى معناها الطبقه البرجوازيه، يبقى الدنيا بيتقال عليها سواد اعظم والوسطى بيتقال عليها برجوازيه. طب مين اللي هيتضايق من التشريعات بتاعته؟ الاغنياء، خصوصا لما قال تحديد حد اقصى للمصروفات على حفلات. يا اغنياء لما تيجي تعملوا حفله ما تصرفوش كتير، ليكوا قدر، ليكوا حد محدش يعديه. فقال لك اغضب الارستقراطيين. عشان كده الملك ده هيقول لهم يا جماعه انا هسافر مصر وهسيب لكم الدوله، فنفذوا التشريعات بتاعتي لمده 10 سنين. يبقى تاني في اثينا نظام الحكم كان ملكي. كلمه ملكي معناها اوتو
ديمقراطي، ثم تحول لنظام ارستقراطي او راسمالي او اقطاعي، يعني الاغنياء بيتحكموا في الدوله، ثم تحول لنظام ديمقراطي يعني شورى، يبقى اوتوقراطي ارستقراطي ديمقراطي. طيب اول رئيس عندهم يختاروه صلون، هيعمل ايه؟ تشريعات شبه مين؟ شبه حمورابي. طب وايه كمان يا مستر؟ تشريعات لصالح الطبقه الدنيا والوسطى. قلنا الدنيا بتيجي بمعنى السواد الاعظم، والوسطى بتيجي بمعنى برجوازيه. مين اللي هيتضايق؟ الاغنياء، والاغنياء دول اسمهم ارستقراطيه. طيب يمشي ويمسك بعد كده شخص اسمه بيركليس. بنقول لي بيركليس ده انت ايه قصتك؟ قال لك انا كنت من طبقه غنيه جدا 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 جدا، ولكن انضم للعامه. اشمعنى؟ قال لك لانه كان يؤمن ان اساس الدوله عشان يبقى عندي دوله كويسه جدا جدا ياتي من النشء. الاطفال الصغيره دي لو اهتميت بيها لما تكبر هتبقى حاجه عظيمه. الطفل زرعت فيه يبقى محارب هيطلع يبقى محارب، ما زرعتش فيه يبقى محارب وسبته عيل كده خرع مش هيطلع، مش هستفاد منه. زرعت فيه يبقى فيلسوف، لما يكبر يبقى فيلسوف. اديته اهتمام وحبيبته في الكوره، لما يكبر يبقى لعيب كوره، وهكذا. فهو اهتم بالنشء. طيب ايه كمان الحاجات اللي انت عملتها في الدوله كانت حلوه يا عم بيركليس؟ قال لك مميزاته ادى الحريه الكامله للشعب، الحريه الكامله للشعب. شرط لا تتعارض مع مصالح الاخرين، اعمل اللي انت عايزه المهم ما تاذيش حد. عشان كده ظهر فلاسفه في عهد بيركليس، مؤرخين في عهد بيركليس، ادباء وشعراء في عهد بيركليس، اطباء في عهد بيركليس، نحاتين في عهد بيركليس، ونقدر نقول صاحب اثينا الحديثه هو بيركليس. ولكن ما فيش حد بيكون حلو بس، اكيد في عيوب. ايه عيوبه؟ قال لك عيوبه بقى نقول عليه كده انت شخص عنصري ضد الطبقه الاضعف، ضد الفئه الاضعف. مين الفئه الاضعف يا مستر؟ قال لك عنصري ضد النساء، يعني عنصري ضد المراه، وعنصري ضد العبيد. الممنوع اي حد من النساء ان هو يتقدم للانتخابات او حتى يروح يختار الناس اللي مترشحين للانتخابات. عشان كده احنا بنقول لك ايه يا عم بيركليس؟ انت ازاي بتقول حريه والكل زي بعض ومساواه، وازاي هنا بتقول ممنوع النساء ان هم يخشوا في الانتخابات؟ وده مهم جدا، بيجي دايما في الامتحانات، اللي هو بيركليس شخص عنصري ضد المراه. طيب بعد كده بتحصل حروب عرف بين سبارتا واثينا. سبارتا اللي هي منطقه جبليه، اثينا اللي هي منطقه ساحليه منبسطه، منطقه فيها زراعه وكده. دار ما بينهم حروب عرفت باسم حروب البيلوبونيز. قولها مرتين ثلاثه بقك اتعود عليها كده، حروب البيلوبونيز، حروب البيلوبونيز. سبارتا واثينا بيتخانقوا، مين اللي هيكسب؟ شطور. غلط طبعا، مقدونيا. ليه؟ ظهر شخص اسمه فليب المقدوني قال يا جماعه لازم نوحد البلاد. طب نوحد البلاد ليه يا عم فليب؟ قال لان الفرس مجهزين جيش. فاكر سومر واورولكش لما اتخانقوا مين اللي كسب؟ افتكر كده. اكاد ولا سومر ولا اورولكش، نفس الفكره. طب فليب المقدوني لو حبيت اشبهه بسرجون الاول. هتقول لي يا مستر هو اشبهه بنعرمر، اقول لك بس مش هتلاقيها في الامتحان لان عرمر كان في الترم الاول. اشبهه بسرجون الاول. امتى ارجع للترم الاول يا شباب؟ يعني لما جيت عند سيرجون الاول شبهته بنعرمر لان ده اللي قبله على طول. اما انا دلوقتي عند فليب المقدوني ما اروحش اقول ده شبه نعرمر، لا اقول شبه مين؟ سيرجون الاول. ليه؟ لان ده واحد البلاد، ده واحد البلاد، ده بطل قومي بين انصاره وبين بلده، وده بطل قومي، واي حد بيوحد البلاد بنقول عليه بطل قومي. طيب تعال نشوف بعد كده. يموت الملك ده ويتولى بعديه ابنه الاسكندر الاكبر اللي كان بيؤمن بمبدا العولمه. يعني ايه العولمه؟ يعني عايز اخلي العالم كله تحت ايدي انا لوحدي، عايز احتل العالم كله. طيب هل حصل تواصل سياسي وعسكري بين مصر واليونان اللي هم الاغريق يعني؟ قال لك حصل في العصر المتاخر. كان عندنا ملك اسمه نيكاو او نخاو من ملوك الاسره 26. عملت ايه يا عم الملك؟ قال لك تواصلت معاهم بيشتغلوا عندي في الجيش مرتزقه. يعني ايه كلمه مرتزقه؟ يعني المال مقابل الحرب. تخش الحرب يا حبيبي تكسب اديك فلوس. طب لو خسرت ما اكيد لا اما انت ميت لا اما هتهرب، في الحالتين مش هديك فلوس. طيب تمام. طب تعالى نشوف الاقتصاد. قال لك شكل الحياه الاقتصاديه. الاقتصاد في اليونان كان عامل ازاي؟ اقتصاد طبعا احنا عارفين زراعه صناعه تجاره، دي الانشطه اللي كانت متاحه، انما كلمه اقتصاد معناها اي حاجه بيجيب لي فلوس. طب نبدا بالزراعه. قول لي كده هم بيزرعوا قد ايه؟ قال لك 20% من مساحه الارض، من مساحه اليونان. نقدر نقول ان 20% واهمال 80% يبقى الزراعه عندهم كانت قليله. عشان كده كانوا بيزرعوا فين؟ قال لك زراعه الجبال. حلو. زي مين بالظبط يا شباب؟ زي افريقيا. عاش كويس. طب اشمعنى؟ عشان ضيق مساحه الاراضي الزراعيه.
طب بيزرعوا ايه في الجبال؟ قال لك الزيتون والكروم. ايه الكروم ده؟ العنب. طب لو قال لي بقى ان هم هيزرعوا الحنطه، ايه الحنطه يا شباب؟ الحنطه اللي هي القمح. هيزرعوها فين؟ القمح لو حب يزرعوه لازم يزرعوا في السهول، وهنا نقول زراعه القمح عندهم بتشابه مع الزراعه في مصر. طيب ايه كمان؟ قال لك ملكيه الارض عندهم كانت فرديه. يعني ايه ملكيه فرديه؟ ملكيه الارض كانت للاشخاص. طب مين الحضاره اللي خدناها ملكيه الارض فيها للاشخاص؟ صح، العراقيه. طيب مين اغلبيه الناس اللي كانوا متحكمين في ملكيه الارض؟ قال لك طبعا الطبقه الارستقراطيه. الطبقه الارستقراطيه كانوا متحكمين في كل حاجه. اشمعنى؟ لان هم الاغنياء، والارض ما دام بشتري براحتي فهتحكم فيها. طيب فيما يخص الصناعه، الصناعه عندهم كانت عامله ازاي؟ قال لي صناعه في البدايه كان عندهم صناعه النبيذ اللي هي الخمور لان عندهم عنب، وصناعه زي الزيوت، زيت الزيتون، وصناعه الرخام والزجاج والسفن. اول ما الاقي السفن يبقى عندهم اخشاب طبيعيه تصلح لبناء السفن. طيب الاخشاب دي زي مين؟ اقول له زي فينيقيا. طب كانوا شاطرين في الصناعه، الرخام والزجاج خدوه منين؟ قال لك عن مصر او عن الشرق، او زي ما جالك في التقييمات تعتبر خبره خارجيه، خدوه من عندنا. طيب التجاره بقى، قال لي في التجاره كانوا بيتاجروا مع مين الحضارات دي؟ التجاره كانوا بيتاجروا مع مصر والشام. طب اشمعنى مصر والشام؟ بياخدوا منهم الحبوب والاقمشه. اول حاجه لو قال لك ليه الحبوب والاقمشه هقول له بسبب انعدامها او قلتها او ندرتها في بلادهم. طيب اشمعنى مصر والشام؟ عشان الموقع الجغرافي قريبين منهم، فهم دول اكتر بلدين، الشام دي اللي هي افريقيا، بيتاجروا معاهم. طيب نيجي بقى للدين، بيقول لك رغم الاختلاف الواضح بين سبارتا واثينا الا انهم تشابهوا في الدين. بيعتقدوا بايه؟ تعدد المعبودات والاعتقاد في البعث والخلود وعباده الظواهر الطبيعيه، الشمس والقمر والكواكب والنجوم، بيعبدوا الحاجات دي كلها، ولكن لم يصلوا لفكره السمو الى التوحيد ولا الحساب بعد الموت ولا التحنيط. ما كانش عندهم الثلاث افكار دول. طيب مين اشهر معبود كان موجود في اليونان؟ زيوس، ويعتبر من عجائب الدنيا السبعه. زيوس عندهم بيمثل السماء. عندهم فكره كده غريبه، بيقول لك ان الالهه المعبودات بتاعتهم دول عباره عن اسره. الاسره دي فوق جبال اسمها جبال الاكروبول. اسمها جبال ايه؟ اكروبول. الاسره بقى قاعدين فوق الجبال دول. مين كبيرهم؟ زيوس. وخلي بالك تمثال زيوس ده يعتبر من عجائب الدنيا السبعه. ليه؟ لان منحوت بدقه رهيبه، بس هو طبعا مش موجود دلوقتي. طيب ايه كمان يا مستر لازم تاخد بالك؟ لازم تعرف ان سبارتا واثينا تشابهوا في الدين زي ما احنا قلنا. يعني ايه؟ برضو تركز. قال لك اعطاء المعبودات اي اله بيعبدها عندهم بيديله صفه بشريه. طب مين الحضاره اللي كانت بتدي المعبودات صفه بشريه؟ طبعا فينيقيا. يبقى هم متشابهين مع فينيقيا في الدين، متشابهين مع فينيقيا في صناعه السفن، متشابهين مع فينيقيا في زراعه الجبال، ومتشابهين مع مصر في زراعه الحبوب داخل السهول. تركز بقى بالله عليك. طب هل كان عندهم تسامح ديني؟ كان عندهم تسامح ديني. متمثل في ايه بقى؟ ان هم كان ممكن يعبدوا اي حاجه. يعني مثلا في التواصل عبدوا ازيس عادي جدا. كمان لما الاسكندر يجي مصر قال لك قدم القرابين، لسه في الدرس هنشرحه بعد شويه، قدم القرابين لمين؟ للمعبودات المصريه. كمان لبس الشعار بتاع امون، شعار امون. ايه شعار امون ده؟ قال لك قرني الكبش، حاجه عره شويه بس مش مشكله هو لبسها، فمعنى كده ان هو عنده تسامح ديني. طيب تعال نشوف بقى عندك العلوم، وتعال نختصر العلوم لان فيها رغي جامد جدا، ونبدا بالفلسفه. اشهر علم عند اليونان، واشهر علم ميز اليونان، واشهر علم فضلت اليونان متفوقه فيه على حضارات العالم حتى العصور القديمه كلها. طيب علم الفلسفه، هتقول لي يا مستر عارفهم، سقراط، افلاطون، ارسطو. هقول لك حبيبي ركز لي على ارسطو. اشمعنى؟ لان العرب سموا ارسطو ده هو المعلم الاول. اشمعنى برضه يا مستر؟ برع في كثير من العلوم. احياء موجود، علوم تاريخيه موجود، طب موجود، فيزياء بص كان بيدرس في كل العلوم. عشان كده العرب سموه المعلم الاول. فاهم عالم بالنسبه لي يقول لك درس في العلم التاريخي، درس في علم الاحياء، اقول له مين؟ طبعا اقول له ارسطو. طيب بالنسبه للادب، الادب عندهم كان نوعين، ادب ملاحم. وكلمه ملاحم يا شباب يعني معارك او جانب عسكري، وادب اجتماعي، وكلمه اجتماعي يعني حاجه لها علاقه بالعادات والتقاليد. مين الشاعر اللي بدا يحكي عن المعارك وقصه تاسيس اليونان؟ قال لك اسمه هيموروس، والاسم ده انت مش اول مره تاخده.
انت خدته في الترم الاول، صاحب الالياذه، ها صح، والاوديسه. طب ليه اتقال عليه معارك؟ لان طبعا بيحكي ان ازاي اليونان وازاي دخلت في حروب وازاي اتكونت وكده. طيب صاحب الشعر الاجتماعي بتاع الافراح والعادات والتقاليد والكلام الحلو والجميل والمرقعه دي كلها اسمه ايه؟ اسمه اريخيالوخس. اسمه اريخيالوخس. تاني اسمه ايه؟ اريخيالوخس. طيب تعال نشوف بالنسبه بقى عندهم للتاريخ. مين اصحاب الكتابات التاريخيه يا شباب؟ قال لك طبعا ابو التاريخ بالنسبه لنا واهم شخص هيرودوت. ليه زار مصر واتكلم عنها في كتاب اسمه تمحيص الاخبار. طيب ثم شخصيه كمان اسمه بولوبيوس. اسمه ايه يا شباب؟ بولوبيوس. معلش قولوا كذا مره، بولوبيوس. طيب ده عمل ايه؟ ده عمل كتاب سماه التاريخ العام. اوعى تنسى ان ده زار مصر في العصر البطلمي، يعني كان معاصر للبطالمه. طيب ثم الشخصيه الثالثه معانا والاخيره اسمه استرابون او استرابون. عمل كتاب سماه الجغرافيا، يتكون من 17 جزء ويتكلم عن مصر في الجزء ال 17. طيب بالنسبه عندهم للطب، مين اشهر دكتور عندهم؟ قال لك اشهر دكتور عندهم اسمه ابو قيراط. اسمه ايه؟ ابو قراط. عمل ايه ابو قراط؟ قال لك وصل نظريات زي المخ هو مصدر الاحساس، انت بتحس بالخطر قبل ما يحصل لك، بحس ان انا لو راكب عربيه وخبطت في العمود ولا في السور ده هتفشفش، بتحس اهو، وان القلب هو اللي بيضخ الدم بالجسم. طيب هل حصل تواصل ثقافي مع مصر؟ قال لك كانوا بيتعمدوا ان هم يجوا مصر عشان مقابله مين؟ مقابله العلماء. طيب بالنسبه بقى للفنون، قال لك الفنون عندهم كانت بتمشي ازاي؟ الفنون والعماره. اول حاجه العماره. فاكر بيركليس اللي احنا قلنا عليه اهم ملك بس كان عنصري ضد المراه؟ طبعا البنات اكيد فاكرينه عشان هو ده عنصري ما كانش بيحبهم. اكيد هم دايما بيحبوا يفتكروا الناس اللي ما بتحبهمش. ايوه افتكر. ها قول لي بيركليس عمل ايه؟ بيركليس ده قال لك عمل جبال الاكرابول، بنى فوق جبال الاكرابول دي بنى فوقها مدن. طيب ايه كمان؟ قال لك انشاء مدينه اولمبيا، هو اللي انشا مدينه اولمبيا، بنى مدينه كامله. طيب بالنسبه للنحت، برضه فيدياس ده، قصدي بيركليس ده، راح لشخص اسمه فيدياس قال له لو نحت لي تمثال زيوس، نحت يا شباب يعني انا اجيب صخره وبنحتها بغير شكلها، اما عماره بحط حاجه على حاجه على حاجه على حاجه، يبقى مستشفى، مدرسه، اي حاجه اتبنت، بيت، اي حاجه، ده اسمه عماره. اما الحاجات صخره واتنحتت سواء بارز او غائر خدتها في الترم الاول، دي كده اسمها نحت. قال لك انحت لي تمثال زيوس وبقى يقال عنه من وقتها عميد النحاتين، يعني افضل حد في النحاتين في العصور القديمه. طيب بالنسبه بقى للالعاب، قال لك الالعاب الاولمبيه طبعا سميت اولمبيه لانها تقام في مدينه اولمبيه. وهنا نقول لتاني مره يحدث وحده بين ابناء اليونان. اول مره ابناء اليونان اتحدوا امتى؟ قال لك اتحدوا لما عبدوا زيوس او في الدين. طب وتاني مره يتحدوا امتى؟ تاني مره في الالعاب الاولمبيه. فضلت الالعاب الاولمبيه تلعب حتى جاء احد الملوك الرومان بعد كده وقفها، ورجعت من حوالي 150 سنه ولسه بتلعب لحد النهارده بنفس الاسم العاب اولمبيه، ولكن تلعب كل 4 سنين. طب هل تاثر اليونان بمصر؟ طبعا. قال لك بالنسبه للمساكن بتاعتهم زي قصر مينوس مبني على شكل القصور المصريه. طب ايه كمان؟ معبد الباراثنون مبني على شكل المعابد المصريه. ايه كمان؟ قال لك بالنسبه للبيوت والمسارح والاسبله، اللي هي الطرق بتاعتهم مبنيه على شكل الطراز المصري. طيب تعال نشوف بعد كده درس مصر تحت حكم البطالمه. مين البطالمه دول؟ قال لك البطالمه دول في البدايه بينتسبوا لشخص اسمه بطليموس بن لاجوس، كان جاي مع الاسكندر الاكبر. تعال نشوف القصه من البدايه. اول حاجه بيقول لك رحب المصريين بالاسكندر الاكبر ليه؟ رغم كونه غازيا، الراجل جاي يغزوهم وجاي ياخد بلادهم، ليه هيرحبوا بيه؟ قال لك هيرحبوا بيه عشان هيخلصهم من بطش الفرس. طيب ليه سموه المنقذ؟ عشان انقذهم من الفرس. طيب ليه سموه الاكبر؟ لانه من اكبر الفاتحين. الاسكندر قال انا هعمل حضاره، كل مكان بيدخله بيفكر يبني فيه حضاره. بص الاسكندر ده شخص ذكي جدا جدا جدا. ليه ذكي؟ لانه اول ما دخل البلد اول حاجه عملها قال يا جماعه انا ما بكرهش الدين بتاعكم وانا مش محتل، بالعكس انا بحبكم، ده انا هعمل حاجه ما فيش محتل بيعملها في الدنيا، مخالف كل حركات الاحتلال، ده انا هبني لكم مدينه كمان. المهم الاسكندر بعد ما دخل مصر وشاف طبعا الاهرامات وشاف الحضاره بتاعتها وشاف المعابد وشاف الليله الجميله دي كلها، قعد يقول مستحيل اقدر انسب الحضاره دي ليا، ولكن انا هعمل فكره جديده. ايه الفكره الجديده؟ هعمل فكره ان انا هسمي مصر، هسميها ايه؟ او هعمل حضاره اسمها الحضاره
هيلينستية، الحضارة هيلينستية. يعني ايه كلمة هيلينستية؟ يعني مزيج بين الشرق والغرب. يعني انا هجيب حاجات من اوروبا، من اليونان، افكار يعني، وهعتمد على الحضاره المصريه هنا وهسميها هيلينستيه. طب ما دام انا هعمل حضاره مش هحتاج عاصمه، هحتاج عاصمه. قاعد يفكر على مكان يبني مدينه تحمل اسمه. خلي بالك لو قال لك الاسكندريه تحمل اسمه، لو قال كده اروح قايل له طبعا تحمل اسمه لتخليد ذكراه عشان الناس تفضل فاكراه. اما لو قال لي هيبني مدينه اسمها الاسكندريه لسبب سياسي، لو قال كده سبب سياسي، اقول له تكون عاصمه للدوله. لو قال لي سبب عسكري هيستخدمها كرأس حربه في حروبه او يستخدمها في الجيش. طب لو قال لي سبب اقتصادي هيقول لك لينشئ فيها اهم ميناء. طب لو قال لي سبب حضاري هقول له النشر الحضاري الهلينستيه اللي هو هينشأها في الدوله. لاحظ هيبدأ يدور على مكان يبني فيه المدينه لحد ما يفضل يلف مصر كلها، يطلع على شمال مصر. وكلمه شمال مصر هنا ممكن تيجي بمعنى يروح مكان اسمه مدن ساحليه. مدن ايه؟ ساحليه. هيلاقي قريه اسمها راكودا، قريه اسمها راكودا قدامها جزيره اسمها فاروس. فالاسكندر قال لو انا جيت على راكودا غيرت ملامحها وبنيت العاصمه بتاعتي اللي هي الاسكندريه اقدر استخدمها، هو ده المكان اللي انا اخترته. وفاروس دي احط فيها شويه جنود تامن الاسكندريه. تاني، راكودا هيتغير اسمها الاسكندريه، وفاروس هتحميها. طيب بص كده معايا، وهو قاعد مستني المدينه تتبني جاله خبر ان الفرس بيستعدوا ليك عشان يهاجموك. فالاسكندر قال الحق اتغدى بيهم قبل ما يتعشوا بيا، او خير وسيله للدفاع هي الهجوم. يعني انا مش هستناهم لما يجوا لي، لا انا اخد نفسي اروح لهم. وهو رايح لهم كده دخل على مدينه سور وفتح مدينه سور. وهنا ممكن نطلع سؤال يقول لك ايه؟ قال الاسكندر ما نجحت فيه انا فشلت فيه انت. الجمله دي الاسكندر يقولها لمين؟ مين اللي فتح مدينه سور ومين اللي ما عرفش يفتح مدينه سور؟ اللي فتحها الاسكندر. مين بقى اللي ما عرفش يفتحها؟ طيب ممكن كمان نقول ما نجح فيه الاسكندر فشل فيه. قول لي في الكومنتات كده لو انت شطور يعني. طيب هيروح فين؟ قال لك هروح للفرس. هتروح للفرس فين؟ في عقر دارهم. يعني ايه عقر دارهم؟ يعني العاصمه بتاعتهم اللي هي راح لهم بلاد فارس. وبالفعل يروح بلاد فارس وينتصر عليهم، واثناء العوده بيموت الاسكندر ويدفن في العراق دون ان يترك وريث. دي بقى اللي تفرق معايا، دون ان يترك وريث، ان الاسكندر مات وما كانش فيه وريث. طيب هنا بقى اكيد القاده هيفكروا هنعمل ايه؟ الاملاك بتاعه الحضاره الاغريقيه، الاملاك بتاعه اليونان، المساحه دي كلها هنعمل فيها ايه؟ هيعملوا مؤتمر عرف باسم مؤتمر بابل او مؤتمر تقسيم املاك المرحوم اسكندر. هيقسموا املاك الباشا بتاعنا. طيب هيقسموها ازاي؟ قال لك هيظهر لي شخص اسمه سلوكس. سلوكس قال يا جماعه انا هاخد العراق وهاخد الشام اللي هي افريقيا وهاخد املاك الاسكندر في قاره اسيا. فظهر شخص تاني اسمه سلوكس قال له يا اسمه انتيجونس، قال له ما عنديش اي مشكله انا هاخد املاك الاسكندر في مقدونيا اللي هي اليونان واي املاك للاسكندر في قاره اوروبا. ظهر شخص تالت اسمه بطلميوس بن لاجوس، قال ما عنديش اي مشكله انا كمان هاخد مصر واملاك الاسكندر في قاره افريقيا. ونقول كده على مؤتمر بابل الصخره التي تحطمت عليها طموحات الاسكندر. كل اللي كان الاسكندر عايزه ضعف مؤتمر بابل، لان الدوله اتقسمت على ثلاثه، مين هياخد قاره اسيا؟ العراق وفينيقيا واسيا. سلوكس مين هياخد مقدونيا واوروبا. انتيجونس مين هياخد افريقيا ومصر طبعا بطلميوس بن لاجوس. هنا بقى دوله البطالمه تبدا معانا عشان ده اللي يهمنا. قال لك دولة البطالمة في مصر بتمشي معايا بكم مرحلة؟ دولة البطالمة بتمشي معايا بمرحلتين. مرحلة قوة وتبدأ من أول بطلميوس الأول، خلي بالك بيتقال عليه برضه بطلميوس ابن لاجوس، حتى بطلميوس الثالث. من أول لحد كام يا شباب؟ لحد الثالث. طيب بعد كده مرحلة الضعف من أول بطلميوس الرابع حتى ال 14 ثم كليوباترا السبعة جميلة الجميلات، ولكن ما كانش عندها مبدأ. طيب تعال نشوف كده واحدة واحدة. قالك أول حاجة أديك نبذة بسرعة سريعة كده مش هنقعد نحكي ده كله يعني. بطلميوس الأول بيجي في الامتحان إن هو اسمه بطلميوس المنقذ. بطلميوس المنقذ ليه؟ أنقذ البلاد من الأعداء والشعب كان بيحبه. طيب بطلميوس الثاني
طبعا ده كان طبيب. كان ايه يا شباب؟ طبيب. كان ملك وفي نفس الوقت بيهتم بالعلم زيك بالظبط كده. انت وهو في بينكم علاقه تناقض، ما بتحبش العلم ابدا. بص، بطليموس الثاني بنقول عليه كده اقصى اتساع وامتداد جغرافي، ونقول عليه كده الملك الذي زود الرقعه الجغرافيه للبطالمه. ليه زود الرقعه الجغرافيه للبطالمه؟ قال لك لانه توسع جهه الشرق لما راح سيطر على البحر الاحمر والجزيره العربيه، وتوسع جهه الجنوب لما سيطر برضو على البحر الاحمر وافريقيا. يبقى توسع جهه الشرق وجهه الايه وجهه الجنوب، جهه الشرق وجهه الجنوب، عشان كده بيتقال عليه اقصى اتساع جغرافي. بعد كده دخلنا على ملك تاني اسمه بطليموس الثالث. بطليموس الثالث، ايه قصه بطليموس الثالث ده؟ قال لك بطليموس الثالث ده الشعب المصري بتاعنا سماه الخير والصالح والمحسن والمحبوب والجيد. ايه يا مستر؟ ايه عمل ايه يعني؟ قال لك في يوم من الايام الشعب المصري صحي من النوم، افتح الحنفيات، عايزين نشرب، عايزين نسقي الزرع، مفيش اي ميه نهائي. نعمل ايه؟ قعدوا يلطموا شيبسي والكاراتيه، مفيش اي حاجه نعملها. المهم لا، بطليموس الثالث ده كله مستني بقى، هتعمل ايه يا بطليموس؟ احنا خايفين منك وعلينا ضرايب والليله معانا رايحه في داهيه. راح طلع كده قال خطاب، قال ايها الشعب المصري انني لست بطلمي انني لست مصري ولم اكن يوما مصري، بل انا ملك بطلمي. كلمتين كده فيهم تكبر وتعالي. ولكني لن اترك شعبي يموت جوعا. اذهبوا الى الصوامع الخاصه بالدوله وخذوا ما تشاءون ولتسقط عنكم الضرائب هذا العام. الشعب بتاعنا قال الله اكبر، تحيا مصر، الله يبارك لك يا بطليموس الثالث. عشان كده سموه ايه؟ خير والصالح والمحسن والمحبوب. ونقول ان الملك ده عمل حاجه اسمها تاليف القلوب، ونقول ان الملك ده كمان احبه المصريين. يبقى احبه المصريين ليه؟ اسقط عنهم الضرائب وكمان فتح لهم الصوامع. بطليموس الرابع في البدايه كان ملك قوي، ولكن مع الوقت ايه اللي حصل؟ مع الوقت هيبدا يضعف. طب لما كان قوي عمل حاجه اسمها تمصير، وده هفهمها لك بعد شويه. يعني مصر الوظائف. يعني ايه مصر؟ خلى اللي يمسك مثلا الجيش، دخل الجيش خلى ده فيه جنود مصريين، وخلى كمان اللي يمسك الوظائف اللي احنا بنقول عليها جانب اداري اللي يمسكها يكون شخص ايه؟ مصري. كان قبل كده لا. ثم بقى بطليموس لحد بطليموس 13 كلهم ضعفاء. طيب الاول في بقى معلومه لازم اقولها لك. شفت بطليموس الرابع ده جاله مرض، فقبل ما يموت قال انا بسيب الحكم لابني بطليموس الخامس. هسيب الحكم لابن مين؟ بطليموس الخامس. ايه قصه ابنه بطليموس الخامس؟ عيل صغير عنده 7 سنوات، محتاج حد يشبك له عشان يطلع على الكرسي، مش عارف يمسك الحكم. فقال ايه بقى؟ انا هسيب واصي عليه. مين الواصي اللي هتسيبه عليه؟ يعني ايه واصي؟ يعني يحكم كده ايه؟ يساعده في الحكم لحد ما يكبر. قال هسيب اجاثوكليس. وهو بيقول له هسيب اجاثوكليس، راح قايل له حقك على عيني يا ابني يا نور عيني. ايه ده؟ قال له كده ليه يا اسطى؟ لان اجاثوكليس ده نقدر نقول عليه اكتر شخص خبيث واكتر شخص طماع واكتر شخص اناني في المنهج. ليه؟ لان هيهتم بمصلحته الذاتيه. عرفت ليه قال له حقك على عيني؟ طب يا مستر هو ليه عينه؟ ما هو كان كبر في السن، وكل ان هو كان جاله مرض ومفيش قدامه شخصيه يعرف يمسكه ويوصي عليه غير ده. عشان كده الدوله هتضعف بسبب المتخلف اللي هو اجاثوكليس، هيهتم بمصلحته هو، فالدوله هتبدا تضعف. طيب لاحظ، نيجي لحد بطليموس ال 12 تظهر لي شخصيه ما بتعرفش حاجه في الحياه غير مصلحتها هي بس، وعندها الجمله الاساسيه اللي هي بتحبها، تقول لك ايه بقى؟ المهم اوصل، مش مهم وصلت ازاي. يعني عندها اطماع سياسيه وما عندهاش اي مشكله ان هي تاذي اي بني ادم في الدنيا. لاحظ في الفتره دي كان البطالمه بيضعفوا، وقال لك بدايه روما كانت بدات تبقى دوله قويه، فمصر كانت لازم تاخد الاوامر من روما. تقوم كليوباترا السبعه بعت روما تقول له، كان وقتها ملك روما اسمه يوليوس قيصر. اسمه ايه؟ يوليوس قيصر. تروح تقول له انا عايز امسك حكم مصر وعايز ابقى ملكه صالحه وملكه جيده وملكه حلوه. هي حلوه فعلا. قالت له انا ايه؟ اشوف اللي انت عايز ايه وانا هعمله لك. قال لها لا، انت هتمسك الحكم انت واخوكي بطليموس ال 13. تقوم تبعت اخوها معركه الاسكندريه وتبعت حد يقتله فاخوها يموت.
فتبعت له، قالت له انا عايزه ابقى ملكه وابقى صالحه وابقى طيبه وابقى حلوه. قال لها انت حلوه فعلا، بس لا، انا همسك انت واخوكي بطلميوس ال 14. تقوم تقتل اخوها بطلميوس ال 14. المره دي قال لها انت عايزه ايه؟ قالت له انا عايزه اتجوزك بقى. بالفعل اتجوزته وخلفت منه عيل اسمه قيصرون. عيل اسمه ايه؟ قيصرون، صغنون حلو كده، عيل نونو شبه يوليوس قيصر. قيصرون نسبه لقيصر. فلا بعد كام سنه كده قالت له مش ناوي تخليني امسك الحكم؟ قال لها لا، هتمسكي الحكم انت وابنك قيصرون. ابن ده لسه ما كملش سنه. راحت رايحه قاتله يوليوس قيصر. فهي ظنت ان هي كده خلاص الدنيا معاها بقت مستقره. ده مش بس كده، ده كمان بدات قصه حب غراميه بين شخص اسمه انطونيوس بعد كده. وانطونيوس ده كان قائد روماني. طيب في الفتره دي بقى اللي مسك بعد يوليوس قيصر الامبراطور اكتافيوس. شخص اسمه ايه؟ اكتافيوس. لما راحت قالت له انا عايز اكون ملك على مصر، رفض تماما وجهز جيش وجه هجم على مصر، ودارت معركه اسمها معركه اكتيوم البحريه. معركه اسمها معركه اكتيوم البحريه. المعركه دي مهمه جدا جدا لان هي هتدمر دوله البطالمه وهتكون بدايه قويه جدا جدا لروما ان هي تسيطر على العالم. لاحظ مين ومين؟ انا عندي اكتافيوس ضد كليوباترا وانطونيوس. طبعا اللي هيكسب اكتافيوس، وانطونيوس وكليوباترا نهايتهم هتكون وحشه جدا وبتنتهي دوله البطالمه مع موت كليوباترا. طيب البطالمه في مصر هل كان لهم انجازات؟ قال لك في الجانب السياسي البطالمه كان لهم نظام الحكم. قال لك اعتبر الملك البطلمي انه وريث للملك الفرعوني، يعني الملك الفرعوني معاه كل السلطات، انا معايا كل السلطات. طب هل في هيئات بتساعد الملك البطلمي؟ قال لك هيئه مين؟ هيئه وزير الماليه وهيئه كبير القضاء. وده سؤال جه قبل كده في الامتحان، يساعد الملك البطلمي في الحكم كام هيئه؟ 2، وزير الماليه وكبير القضاء. طيب لاحظ بقى الجانب الاقتصادي، وهنا نقول اهم شيء اهتمت بيه البطالمه في مصر الاقتصاد. ليه؟ لان هم يطبقوا نظام الاحتكار. ايوه بتاع ثالثه اعدادي اللي طبقه محمد علي. طب كلمه احتكار معناها انفراد، معناها انغلاق، معناها انكماش، معناها سيطره وهيمنه. هم عايزين يسيطروا على كل حاجه، هم يبقوا متحكمين. الدوله هي اللي تبقى متحكمه في كل حاجه، الاشخاص لا. طيب لاحظ بقى اكتر حاجه يهتموا بيها الزراعه، هيهتموا بالنشاط الزراعي بشكل كبير جدا جدا جدا، وهيعملوا حاجات تفيد الزراعه. يعني لو قال لي شق ترع وقنوات وقامة جسور، اقول له الكلمه دي معناها تنميه مستدامه، تنميه مستدامه. طب لو قال لي استصلاح اراضي، ارض جنب ارض جنب ارض، هقول له كده عملوا حاجه اسمها توسع افقي. طب لو قال لي عملوا دوره زراعيه، يعني زرعوا الارض اكتر من مره في السنه، يعني المحصول يطلع واشيله ويطلع واشيله ويطلع واشيله، اقول له ده بنسميه توسع راسي. طب لو قال لي زرعوا المحاصيل المحليه اللي كانت موجوده في مصر، اقول له قمح والشعير. طيب لو قال لي ادخلوا محاصيل جديده، اقول له المشمش والتفاح والخوخ والكمثرى. طيب اهتموا بالزراعه بشكل واضح. الاراضي هتتقسم ازاي؟ قال لك انواع الاراضي عندهم هتتقسم 5 انواع. ارض الملك على اعتبار ان الملك الفرعوني كان بيبقى مسؤول عن الارض، وبقيه الاراضي الملك اللي هيوزعها، يعني بقيه الاراضي تعتبر منح. يعني ايه؟ قال لك ارض مقدسه تؤخذ لمين؟ للكهنه والمعابد. وارض الجنود برضو الملك اللي هيديها للجند المخلص. وارض الهبات الملك اللي هيديها للموظف المخلص. وارض المدن اليونانيه في مصر. كم مدينه بقى؟ قال لك المدن اللي اتبنت في مصر مدينه نقراطيس، ده انت خدتها صح، ومدينه بطلميس، ومدينه بطلميس، ومدينه انطونيو بوليس، وطبعا مدينه الاسكندريه. وهنا لازم تقف شويه عند مدينه نقراطيس لان من المدن المهمه جدا جدا جدا. مدينه نقراطيس دول يا شباب اللي عملها في مصر اصلا اليونان، يبقى البطالمه امتداد لليونان. طيب اللي هي ايه دلوقتي؟ اللي هي البحيره دلوقتي. لاحظ محافظه البحيره. مدينه البحيره في مصر اللي هي نقراطيس تعتبر مدينه يونانيه داخل مصر. اما مدينه جبيل تعتبر مدينه مصريه داخل فينيقيا. اما مدينه قرطاجه تعتبر مدينه فينيقيه داخل تونس. تاني، مدينه يونانيه بنيت في مصر نقراطيس، مدينه مصريه بنيت في فينيقيا جبيل، مدينه فينيقيه بنيت في تونس قرطاجه. طيب لاحظ الصناعه كانوا شاطرين جدا في الصناعه لان هم تاثروا بمصر وعملوا الصناعات اللي كانت موجوده في مصر زي مثلا الورق والزجاج وادخلوا فيها بعض التعديلات. وطبعا الصناعات بتاعتهم اللي هم النبيذ وزيت الزيتون، الزيوت او الزيتون برضو كانوا شاطرين فيها.
طيب كمان اهتموا بصناعه السفن وصناعه الرخام لان دي لعبتهم اصلا. طب بالنسبه للتجاره قال لك لما يكون عندك زراعه كويسه وصناعه كويسه طبيعي جدا جدا يبقى عندك تجاره كويسه. طيب التجاره هتبقى كويسه ازاي؟ قال لك التجاره الداخليه عملوا عليها احكام على الاسواق، يعني السيطره على الاسواق، هم اللي بيحددوا الاسعار مش اي حد يجي يحدد سعر. طيب ايه كمان؟ وطبقوا فيها احتكار، يعني بيحددوا ايه اللي هيتباع وامتى وفين والمين وبكام. طب التجاره الخارجيه، ما دام عندي زراعه وصناعه فاكيد التجاره الخارجيه هتبقى مشهوره، واشهر مدينه كانت الاسكندريه. طب شكل المجتمع، قال لي شكل المجتمع كان 3 طبقات. الطبقه العليا فيها مقدونيا او الاغريق، ودي بنقول عليها تميز طبقي. يعني ايه تميز طبقي؟ يعني خدوا كل المزايا. الطبقه الوسطى كان فيها اليهود ودي طبقه اقتصاديه. اما الاخيره دي الفئه المنتجه اللي بيطلع عن ابو اللي خلفوهم ما بيلاقوش اي حاجه مقابل، كانوا المصريين. عشان كده المصريين كانوا بيكرهوا مين؟ كانوا بيكرهوا البطالمه جدا جدا. طيب سؤال بقى، المعامله كانت عامله ازاي؟ بما ان احنا بنتكلم على المجتمع، قال لك معامله كلها تكبر وتعالي، وممكن نقول عليها كمان سمو وعلو، يعني بعملهم وحش جدا جدا جدا. الكلام ده كله لحد مين؟ لحد ما جه الملك بطلميوس الرابع. الملك مين؟ بطلميوس الرابع. قال ايه بقى؟ لو اتعلمت الكتابه اللاتينيه، لو اتعلمت الكتابه اليونانيه، لو انت واحد مصري واتعلمت الكتابه دي، هنعمل فيك ايه يا معلم؟ تخش الجيش عادي جدا او تروح تاخد وظائف. عشان كده قلنا عمل تمصير والشعب حبه جدا، وهو كده حب الشعب. خلي بالك مين اللي الشعب حبه؟ بطلميوس الثالث. مين اللي حب الشعب وعمل حاجه لصالح الشعب؟ بطلميوس الرابع. تيجي للدين، قال لك الحق يقال في الدين كان عندهم تسامح. يعني ايه تسامح؟ يعني كمان اعادوا الالهه المصريه المنهوبه من الفرس، رجعوها لهم وسابوا المصريين يعبدوا اللي يعملوا اللي هم عايزينه. ومن اشهر المعابد اللي بنوها معبد ادفو ومعبد فيلة. اوعى تقول لي فيلة، اسمه فيلة. فيلة يعني محبوبتي. طب اشهر المعبودات اللي بنوها وكانوا بيعبدوها هناك سرابيس. طبعا سرابيس ده اللي هو العجل، لان المصريين كانوا بيعبدوا حتحور اللي هي البقره، فهم عملوا لهم مين؟ عملوا لهم سرابيس. طب كمان عبدوا ازيس عادي جدا وعبدوا اوزوريس. طيب بالنسبه للجانب الثقافي، قال لك في الجانب الثقافي كانت حضارات برضو كانوا شاطرين جدا جدا ولهم اسهامات. زي مثلا عندك علم الفلك، اشهر علماء الفلك كان اسمه ارسطاخوس. علم الرياضه، طبعا انت شطور وعارف علماء الرياضه، اقليدس شطور وارشميدس. علم الطب كان عندنا 2، كان عندنا بطلميوس الثاني، ده كان طبيب ولكن طبيب يعني بيهتم اكتر بالحيوانات، كان عامل حديقه حيوانات موجوده في مصر لان كان بيحب الحاجات دي، يعني طبيب بيطري. وكان عندك كمان شخص اسمه هيرو فيالوس، ده برضو من اشهر الاطباء اللي كانوا موجودين في الجغرافيا. مش مديني اسماء حد معين ولكن اداني نظريات، وصلوا لنظريات حلوه جدا. دوران الارض حول الشمس ومحيط الكره الارضيه، ودوائر الطول وخطوط العرض. دوائر الطول خطوط العرض خطوط العرض، خطوط الطول ودوائر العرض. نيجي للتاريخ، من اشهر علماء التاريخ شخص اسمه ميناتون السمنودي. واحد بقى شطور يقول لي يا مستر، هو مش ميناتون السمنودي ده اصلا مصري؟ صح، شطور، هو فعلا مصري. طب ازاي بقى هم نسبوه للبطالمه؟ هنا نقول لك حبيبي ده السؤال اللي جاوبنا عليه، انا لسه قايلها من شويه. المصريين بداوا ينتسبوا لهم ليه؟ لما اتعلموا ايه؟ جاوبني وقول لي. اما الادب بقى، الادب يطلق عليه الادب السكندري. الادب الايه؟ السكندري. وقال لك الادب ده كان له قيمته بشكل كبير جدا جدا جدا. نيجي بقى لدرس من الدروس المهمه جدا معانا بشكل كبير قوي قوي قوي، اللي هو ايه؟ الحضاره الرومانيه. في البدايه لازم تعرف ان الحضاره الرومانيه دي، لازم تعرف ان هي يطلق عليها حضاره المصب. يطلق عليها حضاره الايه؟ المصب. ليه اتقال عليها حضاره المصب؟ لانها اخر حضارات العالم القديم ظهورا. يعني ايه اخر حضارات العالم القديم ظهورا؟ يعني اخر حضاره ظهرت بعد مصر وبعد فينيقيا وبعد العراق وبعد فارس وبعد اليونان ثم الرومان. فمعنى كده ان هي هتتاثر بكل الحضارات، تاثر تاثير ايجابي طبعا. هتاخد، شوف مصر قويه في ايه؟ والله مصر قويه في الزراعه، هاخد المنتجات اللي مصر قويه فيها. فينيقيا قويه في الايه؟ في الابجديه، وقويه في التجاره، هقلدها هتفوق عليها. طب العراق قويه في ايه؟ والله العراق قويه مثلا
المنتجات الصناعيه، العراق قويه في التجاره، العراق قويه في كذا في كذا، هقلد العراق. طيب وفارس واليونان اقوياء في الجيش، هبقى اقوى منهم. تمام. طيب الحضاره الرومانيه دي قال لك احنا قلنا اخر حضارات العالم القديم ظهورا، قلنا اعتمدت على مبدا القوه العسكريه. ايه مبدا القوه العسكريه دي يا مستر؟ يعني اعتمدوا على الجيش، اساس الدوله دي كان اساس عسكري. يعني ايه اساس عسكري؟ اسس جيش وحروب. فعندك على سبيل المثال الحضاره دي لما بدات اول حاجه عملتها، هي الحضاره دي فين؟ قال لك جزء من دوله ايطاليا، جزء من دوله ايطاليا. فاول حاجه عملتها، يعني تقدر تقول كده مثلا اكني بحكي لك عن الاسكندريه بالنسبه مثلا لمصر محافظه، فاول حاجه عملتها ايه؟ قال لك اول حاجه عملتها دخلت في حروب. مع مين دخلت الحروب دي؟ مع مين؟ قال دخلت في حروب مع شبه جزيره ايطاليا، مع الدوله بتاعتها. طيب بعد كده عملت ايه؟ قال لك انتصرت عليها وضمت ايطاليا ليها كلها، فبقت ايطاليا كلها يتقال عليها روما. طيب الكلام ده حصل امتى؟ قال لك حروب ايطاليا مع روما حصلت في العصر الملكي، وهنفهم دلوقتي انواع العصور. طيب بعدها ايه اللي بيحصل؟ قال لي دخلت في حروب تاني، بس الحروب التانية دي دخلت مع دولة اسمها او مدينة قرطاجة. والحروب دي يا شباب عرفت باسم الحروب البونية، واستمرت لمدة 100 عام. الحروب البونية استمرت لمدة 100 عام. بمجرد انتصارها عملت ايه بقى؟ قال لك سيطرت على شمال افريقيا، سيطرت على شمال غرب افريقيا، سيطرت على جزر البحر المتوسط، سيطرت على جزيرة من جزر جنوب أوروبا. الانتصار ده ما كانش انتصار عادي، لأن قرطاجة فضلت دولة قوية جدا عندها قوة عسكرية، قلناها في درس افريقيا. فكون ان انت تهزم قرطاجة يبقى انت حد جامد جدا وتسيطر على املاك كتيرة جدا. بعدها تدخل في حروب. احنا قلنا دولة معتمدة على مبدأ عسكري. المرة دي دخلت في حروب ضد اليونان، يبقى دخلت في حروب ضد انتيجونس او انتيجونس، تنتصر عليه وتضم اليونان. وهنا نقول لك خلي بالك، الحروب البونية وحروب اليونان الاثنين دول تموا في العصر الجمهوري، فلازم تفرق كل حرب حصلت في أنهي عصر. طيب بعدها دخلت في حروب تاني ايه؟ خامس. دخلت في حروب في سوريا، ثم مع مصر اللي هي كانت معركة أكتيوم البحرية اللي هي ضد البطالمة، وبعدها سيطرت على مصر وسيطرت على البحر المتوسط. يبقى امتى بقى لها سيطرة على البحر المتوسط؟ قال لك سيطرة على جميع البحر المتوسط بعد هزيمة البطالمة أو بعد هزيمة مصر. وحرب مصر وسوريا الاثنين دول حصلوا في العصر الإمبراطوري. يبقى تاني معلش، إيطاليا هزمت روما هزمت إيطاليا في العصر الملكي، هزمت قرطاجة ومقدونيا في العصر الإيه؟ ركز كده معايا صح، في العصر الجمهوري. هزمت مصر وسوريا في العصر الإمبراطوري. أصبحت تسيطر على البحر المتوسط بشكل كامل في العصر الإمبراطوري. قيل عنها الإمبراطورية التي لا يغيب عنها الشمس. يعني إيه لا يغيب عنها الشمس؟ يعني الشمس مشت مكان هتروح مكان، المكان التاني ده تبع روما برضه. اتقال عليها كمان سيدة العالم القديم. ليه؟ لأنها هزمت الكل. اتقال عليها كمان كل الطرق تؤدي إلى روما. كل الطرق تؤدي إلى إيه؟ تؤدي إلى روما. يعني امشي يمين امشي شمال هتروح في النهاية المكان ده تبع مين؟ المكان ده تبع روما، صح؟ يبقى خلي بالك أصبحت دولة كبرى بعد هزيمة مصر. أصبحت تسيطر على العالم القديم بعد هزيمة مصر. أصبحت أقصى اتساع جغرافي لحضارة في العصور القديم هي الحضارة الرومانية. طبقت هذه النظرية بعد هزيمة مصر. طيب روما بقى النظام السياسي بتاعها كان ماشي ازاي؟ قال لك النظام السياسي بتاع روما أو نظام الحكم مشي معانا بثلاث مراحل. كم مرحلة؟ 3. أول مرحلة اسمه نظام ملكي. خدها قاعدة، أي نظام ملكي في المنهج هو فردي، هو مطلق، هو مستبد، هو وراثي. يعني الملك لو مات ابنه اللي هيمسك ومحدش بيقول له انت بتعمل ايه، بيعمل اللي هو عايزه. عشان كده في النظام الملكي كان فيه هيئات بتساعد الملك. مين الهيئات؟ قال لك الملك اهو لو مات بيختاروا حد مكانه لمده 5 ايام لحين اختيار ملك اخر. يعني الحكم مع الملك. بيساعدوا ناس اسمهم مجلس الشيوخ، واحيانا تلاقي كلمه مجلس السيناتو، الشيوخ او الايه او السيناتو. طيب
دول كانوا 300 شخص من الارستقراطيين، واحنا قلنا كلمه ارستقراطيين يعني اغنياء. دورهم بيعملوا ايه مع الملك؟ دورهم شورى، دورهم شكلي، دورهم وهمي، دورهم غير حقيقي، يعني اكيد يكون ما لهمش دور يعني. ثم جمعيه الاحياء. روما كانت مقسمه الى 30 حي، يعني محافظه او منطقه اندمجوا بقوا 3 فقط. طيب خلي بالك، النظام الجمهوري قايم على مين؟ قايم على الملك. طب مجلس سينات وجمعيه الاحياء هيئات استشاريه او هيئات شكليه فقط، لا تتجاوز الكلام ده. اخر ملك كان اسمه تركيانوس، طبعا بقول لك لم يشعر بمعاناه شعبه، فهتحصل ضده حركات شعبيه، وحركات شعبيه هنا يا شباب يعني ثورات، فالملك ده طبعا بيقتل، قتل لسبب اجتماعي واقتصادي وسياسي. طب قتلتوا الملك، هتغيروا نظام الحكم؟ هنعمل نظام تاني اسمه نظام ايه؟ اسمه نظام جمهوري او شورى. حلو، النظام الجمهوري هيبقى عندي بقى 4 هيئات بيساعدوا بعض. اول هيئه اسمها قنصلان، يعني ملكين، هنغيرهم سنويا، لو هم كويسين زي الفل ننتخبهم تاني، لو وحشين نشيلهم. وطبعا ده عشان يتصدوا العيوب اللي حصلت في النظام الايه؟ العيوب اللي حصلت في النظام الملكي. ويساعدنا ناس اسمهم مجلس الشيوخ، اللي هم مجلس السيناتو، اللي هم 300 شخص. بس هنا نخلي بالك، خلي بالك سؤال مهم جدا. قال لك دورهم هنا كان دور سياسي وتشريعي، يعني نقدر نقول ان هيستفادوا اكتر من استفاد من تغير نظام الحكم هم مجلس السيناتو، عشان بقى لهم ادوار، بقى هم المتحكمين، بقى هم يحلوا المشاكل، وبعدين دول مدى الحياه، اما دول سنويا. بيساعدهم ناس اسمهم جمعيه القبائل. ملهاش لازمه قوي، المحافظين دول بيتجمعوا لما نقباء العامه بيجمعوهم، اللي هم اخر هيئه. مين نقباء العامه؟ بص عشان تقدر تفهم نقباء العامه، دول بيوصلوا الأوامر من الحكومة للشعب، أو ينقلوا القرارات من الحكومة للشعب، أو يبعتوا المعاناة اللي الشعب بيحسها لمين؟ للحكومة. طيب واحد يقول لي يا مستر مش فاهم، أقول لك تعالى. بص هنفترض إن الحكومة في البيت. مين الحكومة في البيت؟ مين الحكومة في البيت؟ قول لي كده. مين اللي معاه الأوامر ومين اللي بيتحكم في الدولة؟ مين اللي بيتحكم في البيت عندكم؟ طبعا بابا. هنفترض بابا هو الحكومة، واحنا الشعب. ابوك لو عايز مثلا، او انت نبدا بك انت، احنا الشعب. انت دلوقتي عايز تطلب حاجه من بابا، عايز تطلب حاجه من مين؟ من بابا. هنقول ان ماما هي ايه بقى؟ ماما دي هي نقباء العامه. لحظه، ثانيه واحده. لا اكتب لنا بقى. ماشي زي الفل. يبقى تاني من الاول. تاني، مين الحكومه؟ عاش بابا. واحنا يتقال علينا ايه؟ صح، احنا يتقال علينا الشعب. انا واحد بقى من الشعب عايز اطلب حاجه من الحكومه، اروح اطلبها كده في يوم وليله؟ ما اقدرش. ليه ما اقدرش؟ لان ممكن ما تجيش على هوا الحكومه، ممكن يتقبض عليا، ممكن يعني يحصل اي حاجه. زائد الحكومه لما تيجي تطلع لي الاوامر هيجيبوا رئيس الجمهوريه ينزل بنفسه، رئيس الوزراء يقول لك انت المعلومات؟ لا، لازم يبقى في همزه وصل، خصوصا ان ما كانش في تلفزيون ولا نت ولا الكلام ده. مين همزه الوصل بين الحكومه والشعب؟ قال لك نقباء العامه. تاني كده، نقباء العامه. مين نقباء العامه بقى دول؟ هنفترض ان النقباء العامه دي ماما في البيت. فانا دلوقتي عايز اطلب مثلا من بابا ان انا عايز اروح رحله بعد الامتحانات، فما ينفعش اروح اطلبها من بابا على طول، اروح لماما، وماما هي اللي تروح لبابا تطلبها منه. فبابا يروح قايل لها خلاص روحي قولي له لو جبت درجه كويسه ونجحت في سنه اولى ثانوي يا باشا انت بتاع بكالوريا، انت لو نجحت هتعمل ايه؟ اقدر اوديك رحله. ما نجحتش خلاص، فتروح ماما واخده الاوامر وراجعه قايله لك. او العكس، ابوك عايز يبعتك مشوار وانت لسه جاي من حجز كوره تعبان مش قادر، فابوك كان قايل لامك اول ما الواد سين ده من الناس ده، او ايا كان اسمه، الواد احمد محمود محمد ايا كان، يجي ابعتيه بسرعه في المكان الفلاني يجيب لي كذا. فامك شافتك كده جاي مش قادر، فهتروح رايحه قايل لابوك ايه بقى؟ خلي بالك ممكن تبعت اخوه او اخته او فلان او علان. مين اللي يتكلم مكانك؟ نقباء العامه، اللي هي مين؟ اللي هي ماما، اللي هي نقباء العامه. يبقى تاني، مين اللي بيقوم بدور همزه وصل بين الحكومه والشعب في المنهج بقى؟ مين اللي بيقوم؟ ما تقوليش ماما يا حبيبي، اسمهم نقباء العامه. تمام؟ طيب
لاحظ بقى، لاحظ قال لك في النهايه الاربع هيئات حسوا ان ما همش لازمه، يعني سواء القنصلان او مجلس الشيوخ او حتى جمعيه القبائل او حتى نقباء العامه حسوا ان ايه، الشعب حس ان بيضحك عليه. ليه؟ قال لك كان من يتولى الحكم، يعني عشان تخش في هيئه من الهيئات دي الارستقراطيين. يبقى مين اكتر ناس استفادوا؟ الارستقراطيين. فكده الاغنياء حسوا، الفقراء حسوا بيضحك عليهم، فغيروا نظام الحكم الى النظام اللي اسمه النظام الايه؟ الامبراطوري. النظام الايه يا شباب؟ الامبراطوري. طب مين اول امبراطور يظهر معانا في روما؟ كان اسمه اكتافيوس، كده صح؟ او اوكتافيوس، كده برضو صح. الراجل ده مجلس الشيوخ اداله لقب اغسطس، ولقب معناه ملك الملوك تقريبا، او يعني حاجه كبيره جدا عندهم يعني. والراجل ده بيقول لك اعدل نظام مر على روما. ليه ده اعدل نظام مر على روما؟ لان قضى على الفوضى، قضى على الانقسامات، قضى على الفساد الاداري، وحد الدوله، وحد كل المحافظات. عشان كده العصر بتاعه كان اعدل وافضل عصر عدى على روما. يبقى انا دلوقتي عندي كام عصر؟ 3. ها مين الثلاثه؟ قول لي يلا. نظام ملكي، ثم نظام جمهوري، ثم نظام امبراطوري. عيوب النظام الملكي؟ قام على فرد واحد، ملكيه مطلقه. ايه عيوب النظام الجمهوري؟ مجلس الشيوخ هم المتحكمين في كل حاجه ومسيطرين على كل حاجه. طب افضل نظام عدى عليهم هو النظام الامبراطوري. بعد كده ايه اللي بيحصل يا شباب؟ لاحظ، الله يرضى عنك لاحظ. قال لك روما بعد اكتر من 1000 سنه بتنقسم لجزئين. روما الشرقيه ودي عاصمتها القسطنطينيه، ودي وقعت على ايد المسلمين. ومين تحديدا في المسلمين؟ قال لك المسلمين وقع منهم اهو. القائد بتاعهم كان وقتها محمد الفاتح. محمد الفاتح اطلق عليه الفاتح لانه فتح القسطنطينيه. وروما الغربيه ودي عاصمتها كانت روما، وقعت على ايد مين؟ وقعت على ايد البربر او القوط او الجرمان، وكلهم بيدوا نفس المعنى في النهايه، قبائل اوروبيه. وكده روما بتنتهي بعد اكتر من 1000 سنه. وتعالى نشوف بقى شكل الاحوال الاقتصاديه. الاقتصاد في روما كان قايم على ايه؟ تعالى واحده واحده. قال لك اول حاجه بالنسبه للزراعه اهتموا بشكل واضح بالكروم العنب والزيتون، طبعا عشان دي محاصيل بنسميها محاصيل صناعيه، يعني هي زراعيه ولكن تستخدم في الصناعه. طيب ايه كمان؟ قال لك اهتموا ايضا بالفاكهه والخضروات. وملكيه الارض عندهم كانت معظمها للاغنياء، وعامه الناس كانوا عبيد عند الاغنياء. يعني كان في نظام اقطاعي، يعني كان في نظام ارستقراطي، يعني كانوا الاغنياء هم المتحكمين في الزراعه. طيب بالنسبه للصناعه، قال لك الصناعه ما كانتش اهم حاجه قوي عندهم، يعني عندهم صناعات فخاريه اللي هي الاواني، وصناعات زجاجيه، وصناعه النبيذ، وصناعه الزيتون، زيت الزيتون اللي هي الزيوت يعني. فالصناعه عندهم ما كانتش افضل حاجه، يعني صناعات نقدر نقول عليها صناعات استهلاكيه، بيعملوا حاجات عشان يستهلكوها. ولكن افضل حاجه في الاقتصاد عدت على روما بلا استثناء كانت التجاره. وهنا لازم تركز لان التجاره كل سنه موضوع امتحان. التجاره في العصر الملكي كانت تجاره داخليه. يعني ايه؟ يعني بيتاجروا مع البلاد اللي جنب البلاد بتاعتهم بس. اما في العصر الامبراطوري على ايد الامبراطور اكتافيوس كانت مهمه جدا 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 جدا. ليه؟ اول حاجه فتح لهم اسواق جديده في اسبانيا وافريقيا. تاني حاجه راح لاعدائه زي قرطاجه، راح لاعدائه زي مثلا مصر، زي مقدونيا، زي سوريا. قال لهم يا جماعه احنا مش عايزين نفضل اعداء طول العمر، احنا عايزين نتصالح ونرجع نمارس التجاره مع بعض. عشان كده التجاره في العصر الامبراطوري قيل عليها ان هي تجاره عالميه. البحر المتوسط بقى كله سفن رايحه جايه، كل اللي فيها منتجات لمين؟ منتجات لروما. طيب لاحظ شكل المجتمع، الحياه الاجتماعيه في روما. قال لك المجتمع الروماني كان ينقسم لاربع طبقات. الطبقه الاولى فيها الاشراف، يعني كبار رجال الدوله، سواء ملك، سواء كهنه، سواء وزير، سواء جيش. ودي بنقول عليها يا شباب تميز طبقي. يبقى الطبقه الاولى خدت كل المزايا اللي في الدوله. طيب الطبقه رقم الثانيه كان فيها التجار، والثالثه كان فيها المزارعين. نقدر نقول عليهم كده دول الفئه المنتجه في روما او عمود اقتصاد روما. ولكن دي مهمه جدا جدا جدا. قال لك دول اكثر من عانى، يعني اكتر ناس اتضايقت وكانت بتدفع اكثر من عانى من حروب روما. يعني ايه اكثر من عانى من حروب روما؟
يعني الرومان يا اخوانا، مثلا انا راجل تاجر واخد المنتجات بتاعتي على 3 4 عربيات ومعدي من بلد لبلد، فلقيت جيش روماني في النص. الجيش الروماني قال لي ايه؟ هناخد منك المنتجات دي عشان الجيش محتاجها. هل انا اعرف لوحدي او حتى انا والكام عامل اللي معايا نعرف ان احنا نحارب الجيش؟ ما نعرفش. فهضطر ان انا اسيب لهم المنتجات بتاعتي. او انا مزارع بسيط يعني بصعوبه جدا لميت المحصول بتاعي، فالجيش معدي بالصدفه شاف المنتجات، ومش بالصدفه، هم كانوا بيبعتوا للمزارعين ياخد المنتجات عشان الجيش محتاج الاكل والشرب. فالطبقتين دول كانوا بيعانوا جدا جدا منين؟ من حروب روما. طيب بالطبقه الاخيره بقى كان فيها العبيد والخدم، ودي بنقول عليها اساس طبقي. متاثره بايه؟ انت قلنا ذكر الطبقه الاخيره يا شباب، قال لك متاثره بجانب اقتصادي. ما معناش فلوس، لو كان معانا فلوس ما كناش هننزل فين؟ ما كناش هننزل تحت كده. طيب تعال نشوف الحياه الدينيه. الحياه الدينيه عند الرومان. شكل الحياه الدينيه في روما كانت عامله ازاي؟ لاحظ بقى، لاحظ. زي مصر، تعدد المعبودات، الاعتقاد في البعث والخلود، عباده الظاهره الطبيعيه، ولكن اخذوا عن مصر في حاجه خدوها من مصر الفرعونيه، صفه تقديس الملك. يعني لازم تعبد مين؟ ها؟ صح، لازم تعبد الملك. طب اشمعنى عندهم؟ قال لك ما في مصر كان الفرعون بيقول لهم انا ربكم الاعلى. طب ايه كمان؟ قال لك تعبد ملك زي مين؟ اعبد ملك مثلا زي تيتوس، اعبد ملك زي هادريان. طيب اشهر معبود عندهم كان تيباريوس. تيباريوس ده كان اشهر المعبودات الرومانيه. طيب خلي بالك، خلي بالك من الحاجات المهمه جدا 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 اللي لازم تعرفها، ان هم كان عندهم حاجه اسمها تسامح ديني. تسامح ديني لدرجه ان هم عبدوا الالهه المصريه زي ازيس وزي اوزوريس وزي سرابيس. الالهه المصريه دي اتعبدت عندهم عادي جدا. طيب سؤال كمان، قال لك مع الوقت الملوك ما بقوش موجودين، فبقيت مضطر ان انت تعمل ايه؟ خلي بالك، بقيت مضطر ان انت تعبد تمثال الملك او صورة الملك. العبادة دي اتعرفت في البداية باسم عبادة الايقونات يعني الصور، ومع الوقت بقى اسمها عبادة الايه؟ العبادة الوثنية. وفضلت العبادة الوثنية في روما حتى ظهور المسيحية اللي هنعرفها مع بعض ان شاء الله برضو السنة دي. طيب خلي بالك، بالنسبة للجانب الثقافي، الجانب الثقافي في روما كان عامل ازاي؟ يعني الكتابة بتاعتهم كان اسمها الكتابة الايه؟ الكتابة بتاعتهم كان اسمها الكتابة اللاتينية. الكتابة اللاتينية دي متاخدة من الأبجدية الفينيقية ومتعدل فيها حاجات كتير. طب خلي بالك، أشهر الشعراء عندهم، أشهر شاعر عندهم كان اسمه فيرجيل. فيرجيل ده عمل قصة تأسيس روما. ما دام قال لي تأسيس روما لازم أشبهه بهيموروس، لأن هيموروس عمل قصة تأسيس اليونان، فكده هم متشابهين. طيب بالنسبة للتاريخ أشهر المؤرخين عندهم إينوس وكاتو الرقيب. إينوس وكاتو الرقيب. طيب تعال نشوف بعد كده العمارة عند العمارة عند الرومان. قال لك عندهم معبد بني اسمه معبد الكليسيوم ومعبد البارثنون أو بارثينون، متأثرين بالمعابد اللي مبنية في مصر. طب هل بس كده؟ قال لك لا، ده كمان المسارح، كمان المعابد، الحاجات دي كلها شبه المعابد والحاجات اللي موجودة فين؟ اللي موجودة في مصر. طب بالنسبة عندهم للنحت، خلي بالك النحت كان عندهم نحت واقعي عكس العراق. اشمعنى؟ قال لك العراق كان نحت خيالي، يعني في العراق بتنحت حاجة اسمها الصران المجنحة، وفي حاجة اسمها طور له جناحات وله مخ وش إنسان، ده في العراق كان خيالي. هم عندهم نحت واقعي زي أقواس النصر، زي رأس هادريان، زي تمثال بومبي وتمثال الملك تيتوس. يعني لما بينحت حاجه، الحاجات دي كانت ناس موجوده فعلا بالفعل. طب اقواس النصر قال لك بيجيب بقى، بص عشان تبقى فاهم، كلمه عماره معناها بناء او انشاء، مدرسه اتبنت، مستشفى، سنتر، مدينه، اي حاجه اتبنت بقى اسمها عماره. اما اي حاجه اتنحتت صخره وغيرت شكلها، سواء بقى كانت غائر او بارز اللي خدتها في الترم الاول، دي بقى اسمها ايه؟ صح، دي بقى اسمها نحت. طب هم عملوا نحت ايه؟ يجي صخره كده وينحت على شكل بوابه، على شكل ايه؟ بوابه، ويسميها اقواس النصر. كانوا بيعملوها في كل بلد يفتحوها، فدي كانت علامه على النصر عندهم. طيب تعال نشوف بعد كده التصوير. وكلمه تصوير يا شباب يعني الرسم. بيرسم على ايه؟ قال لك بيرسم على جدران المعابد، وبيرسم على جدران المنازل والارضيات
والسقف، ومع الوقت الفن ده عرف باسم فن الفسيفساء، يعني تجميل المنازل عندهم والبيوت. احنا بنقول دلوقتي على الحاجات اللي بنحطها في الارض دلوقتي اللي هو ايه باركيه، واللي بنحطها على السقف جبسن بورد. هو كان مسمي الاثنين دول كده فسيفساء او تصوير او رسم. طيب هما تاثروا بمصر؟ قال لك تاثروا بمصر طبعا في العماره. المعابد عندهم القصور والبيوت ما كانش عندهم عماير، معبد وقصور وبيوت مبنيه على شكل المعابد المصريه عندنا. طيب تيجي كده سريعا ناخد شويه اسئله عن المنهج بتاعنا بشكل عام، عشان لو جاب لك دي اسئله التقييمات اللي هنحلها مع بعض يا شباب ان شاء الله تبقى مفيده ليك. بس في شويه معلومات، لان احنا هنحل شويه على درس العراق، وهنحل شويه على درس فينيقيا في البدايه، ثم هنحل على اليونان، ثم هنحل على البطالمه، ثم هنحل على الرومان. في البدايه شويه معلومات عايز افكرك بيها. لو سأل عن الحضاره العراقيه لازم تسأل، لازم تفهم، لازم تفهم. لو سأل عن الجنوب او المصب فاقول له حضارات سومر او اور او لاكش، لان دول اكتر حضارات كان فيهم خصوبه. لو سأل عن الشمال او منطقه جبليه مرتفعه اقول له اشور ونينوى، اشور ونينوى. اما لو سأل عن الوسط، هقول له اكاد وبابل القديمه وبابل الحديثه اللي هي الكلدانيه. طب لو قال لي اكتر حضاره فيها خصوبه اقول له سومر واور ولاكش. ليه؟ لان دي في منطقه بنسميها سهليه منبسطه، يعني بسبب ان هم قريبين من زي في مصر كده منطقه الدلتا افضل من منطقه الوادي، فاهم؟ هم نفس الفكره. يبقى تاني، مين اللي موجود في الجنوب؟ السومريه. مين اللي موجود في الشمال؟ الجبل اشور ونينوى. مين اللي في الوسط؟ اكاد، بابل واحد، بابل اتنين. تعال نشوف شويه اسئله كده مع بعض ونشوف انت كنت مركز معايا ومجمع ولا لا، وان شاء الله تلاقي الاسئله دي بالنص. ما لقيتهاش بالنص هتلاقيها بالنص في الشرح اللي انا قايله كده كده يعني. طيب تعال نشوف. اول سؤال بيقول لك ايه؟ مدينه عراقيه موجوده قرب المصب. اكيد مش بابل، لان بابل في الوسط واشور ونينوى في الشمال، يبقى مدينه لاكش. السؤال الثاني بيقول لك مدينه عراقيه موجوده في المجرى الاوسط، يعني موجوده في وسط العراق، يبقى بابل. لسه قايلين الاتجاهات من شويه. مدينه سومريه، بقول لك من المدن السومريه مدينه لاكش موجوده فين؟ احنا قلنا السومر واور ولاكش يا شباب في الجنوب. ركز معانا بقى. مدينه اور العراقيه تقع وسط منطقه اور ايه؟ اور، صح؟ سومر واور ولاكش في الجنوب، يبقى المنطقه دي نقول عليها سهليه منبسطه عشان منطقه المصب. مدينه نينوى العراقيه، نينوى احنا قلنا نينوى واشور دي في الشمال، والشمال منطقه جبليه مرتفعه. عواصم عراقيه ذات طابع جبلي، يبقى اشور ونينوى. لسه قايلهم من شويه في الشرح. طبيعه التكوين الطبيعي النهر الفرات جعل الاراضي العراقيه تنحدر بشكل عام. بص يا اخوانا، احنا نهر الفرات بيجي منين؟ او الانهار عموما في العراق بتيجي منين؟ قال لك بتيجي من الشمال للجنوب، عكس مصر. مصر بتيجي من الجنوب للشمال. يبقى انا على دوره هبدا كده باول حاجه لها علاقه بالشمال. فهي بتيجي منين بقى؟ قال لك بتيجي من ناحيه الشمال الشرقي الى الجنوب الغربي. من حضارات العراق التي تركزت عاصمتها في شمال العراق. قال لك شمال العراق يبقى الاشوريه. حضاره العواصم بتاعتها في النص. احنا قلنا اللي في النص اكاد، بابل واحد، بابل اتنين، يبقى الاكاديه والبابليه القديمه. اي من المدن الاتيه خصوبتها اكتر ومرتبطه بالنشاط الاقتصادي، يعني الزراعه فيها احسن. طبعا اكيد مدينه اور، لان احنا قلنا ان سومر واور ولاكش في المصب. القبائل الاشوريه اللي جت من شبه الجزيره العربيه راحت منطقه شكلها عامل ازاي؟ والجبليه مرتفعه. السومريين قعدوا في منطقه سهليه منبسطه. كلمه العراق جالها ناس جديده. الناس الجديده يا شباب اللي هي اليمن. قصه بدايه العراق جايه بعد انهيار سد مأرب. القبائل اللي كانت عايشه جنوب غرب الجزيره العربيه يبقى جايين من منطقه الجنوب الغربي. طيب بقول لك دول الحضارات القديمه. استمرت العراق تحت السيطرة الفارسية للمرة الأولى ما يقرب قرنين، لأن قعد تقريبا 195 سنة تقريبا، يعني تقريبا قرنين. استولى الإسكندر على بابل خلال، طبعا أسئلة التواريخ دي ما بقتش تيجي دلوقتي، عارف اللي موجودة في التقييمات. تعرض العراق القديم للخطر الخارجي في تاريخه من ناحية الشرق، وقد حدث ذلك. قال لك ناحية الشرق
يبقى من ناحيه الشرق هنا بتتكلم على الفرس. طب لو قال من ناحيه الغرب يبقى بيتكلم على الاسكندر او مقدونيا، يبقى مرتين، الفرس احتلها مرتين. اخر مظاهر الصراع الاستعماري في العراق كان بين الفرس والروم. الغزو الخارجي زي ما انا قلت لك، الفرس جم من ناحيه الشرق والاسكندر جه من ناحيه الغرب. شهدت بلاد العراق القديم اول موجه احتلال غربي على ايد الاغريق، لان يقصد الاسكندر او مقدونيا، بيتقال عليه غربي. تعرضت العراق القديم للاحتلال الشرقي على ايد الفرس. طيب بص كده الخريطه اللي قدامك، بقول لك من المرجح ان تكون حضارات العراق القديمه لحقت بعض الديانات السماويه. لو افترضنا ان في ديانه سماويه هتلحق العراق شويه، هتلحق مين بقى؟ او هتكون ديانه ايه؟ معلش، هتكون الديانه اليهوديه. ليه؟ لان المسيحيه لسه هناخدها في الدرس الاخير، وظهور الاسلام لسه هناخده في سنه ثانيه، فما كانوش ظهروا. زائد اليهوديه مش مجرد بس ده، اليهوديه دي كتير جدا، اكتر من نبي. انت عندك سيدنا موسى لليهوديه، سيدنا داوود وسليمان لليهوديه، واكتر من كده كمان. طبقا لمعطيات التسلسل الزمني في الرسم السابق، فأي من الحضارات القديمة أقرب للمسيحية؟ لو قلنا أكيد آخر حضارة، لأنها تكون أقرب، هي ما عاصرتهاش، يعني ما كانتش موجودة وقت الفترة بتاعتها، بس هي كانت موجودة أقرب ليها، يعني حوالي مثلا 100 أو 150 سنة الفترة بين دي ودي. مدينة بتتاجر في القوافل التجارية البرية بين آسيا وأفريقيا، هقول له مدينة بعلبك، لأن مدينة بعلبك مدينة برية. صناعة بتدل على وجود بيئة فيضية، أقول له الفخار عشان الطمي. أشهر صناعات خدوها من المصريين وتفوقوا عليها، طبعا الصناعات الإيه يا شباب؟ الصناعات الفخارية، خدوها عن مصر. طيب بيقول لك تشابهت قصة بعل في فينيقيا مع قصة طبعا إيزيس وأوزوريس، لأن بعل وعشتار مشتقة من قصة إيزيس وأوزوريس. معبود مرتبط بفصول السنة، وممكن ما الاقيش كلمة فصول السنة، ألاقي دوائر العرض، والاقي خطوط الطول، او الاقي الموقع الفلكي، او الاقي حاجه لها علاقه بالشمس يعني والفضاء والقمر وكده، يبقى اودونيس عشان يمثل السماء عندهم. طيب مصر والعراق وافريقيا كانوا بيعبدوا عشتار. احد الالهه ارتبط تقديسه بالموقع الفلكي، لسه قايل لك اودونيس. السؤال ده من الاسئله المهمه جدا، يدل وجود كبار الكهنه في اعلى التقسيم الطبقي على الكهنه دول المفروض ان هم دورهم ديني. طب ان هم يشاركوا كمان في اعلى التقسيم الطبقي يبقى كده بقى لهم دور سياسي، يبقى ده بيدل على تعدد ادوارهم في الدوله. تمثل الهدف الاساسي في اختراع الابجديه الفينيقيه، اي حاجه فينيقيا اخترعتها هدفها التجاره، تدعم التجاره، لان فينيقيا كانت عايشه على التجاره، يبقى دعم النشاط الاقتصادي. بقول لك افريقيا استخدمت اسلوب جديد ومبتكر للمعادن، الاسلوب ده ظهر في مدينه اوغاريت. اشمعنى؟ عشان كانوا بيطلوا البيوت بالذهب والفضه، يعني بيسيحوا المعادن وبيقعدوا بيها البيوت، انت مستوعب؟ ده غير طبعا العواميد الذهب اللي لقوها في اوغاريت. كان لافريقيا الفضل على العالم على العالم من حولها بشكل واضح. فينيقيا افضل حاجتين عملوها وما كانش حد عملها ولا سبقها فيهم، الابجديه ده جانب ثقافي، وصناعه الصبغه وده جانب اقتصادي، يبقى اقتصادي وثقافي. تعالى بقى ناخد شويه اسئله كده على الحضاره اليونانيه لسه شارحينها، ومفروض تكون حضرتك مجمع شويتين 3 4 5. اول سؤال بيقول لك اي من المناطق الاتيه شهد ظهور اول ميلاد للحضاره الاوروبيه القديمه؟ احنا قلنا كريت وقبرص كانوا بياخدوا الحضاره من عندنا يبعتوها هناك، صح؟ كانت بلاد الاغريق بمثابه المعلم والاستاذ لحضارات القاره الاوروبيه بفضل، انتوا جبتوا العلم ده منين؟ قال لك كانوا جايبينه من عندنا، يبقى التواصل الحضاري مع الشرق. الام والاب كانوا بيوصي ابنهم وهو رايح المعركه، يقول له اذا ذهبت الى المعركه فعد بدرعك او محمول عليه، لا تكسب لا ترجع لجثه، مفيش حاجه اسمها رجعت خسران. تفتكر مين الحضاره اللي مهتميه بالعنف القوي جدا كده في الجيش؟ اكيد سبارتا، لان حياتهم كانت عنف بس. الصناعه الزجاج والاواني الفخاريه بمصر في العصر المتاخر، قال لك طبعا بسبب ان هم ايه اللي حصل يا شباب؟ تاثر الصناع بالخبرات الخارجيه. بص في مصر وتحديدا في العصر المتاخر في مدينه اسمها مدينه نقراطيس، اليونان بنوها في مصر، صح؟ مين اللي بنوها؟ اليونان. فاليونان ضافوا لهم حاجات، فكده المصريين تاثروا باليونان فبداوا يطوروا الزجاج. رغم ضيق مساحات الاراضي الزراعيه، لكن نجح اليونان في تحقيق فائض. اكتر محاصيل كانوا بيزرعوهم الكروم اللي هو العنب عشان يعملوا منه خمره، والزيتون، استغفر الله العظيم يا رب، والزيتون عشان يعملوا منه زيوت. ليه اليونان كانوا شاطرين في الصناعه؟ احنا قلنا البيئه بتاعتهم بيئه في الغالب جبليه، فيها سهول بس قليله، فبسبب ان انا الزراعه عندي قليله ههتم بالحرفه اللي بعدها على طول. ايه الحرفه اللي بعدها على طول؟ الصناعه.
يبقى بسبب الطبيعه الجغرافيه لبلاد اليونان، دي اللي خلتهم يهتموا بعد كده فين؟ يهتموا بعد كده بالصناعه. تشابهت عوامل قيام الحضاره الاغريقيه مع المصريه القديمه من خلال، لو قلنا اي حضاره في الدنيا عشان تبدا لازم يبقى عندها زراعه، صح؟ والزراعه يبقى عندها انهار، يبقى الزراعه في السهول، السهول يعني انهار. هيئات الحكم في سبارتا كان تشكيلها يتصل بالتجدد، يعني بيغيروهم سنويا في سبارتا، رقباء الشعبيون. جاء ظهور نظام الحكم الديمقراطي في اثينا نتيجه مساوئ النظام، يعني ايه النظام بتاع الحكم اللي كان موجود قبل ما يقرروا يحطوا النظام الديمقراطي؟ كان الارستقراطي. سولون وحمورابي لما طلعوا قوانين، بص قوانين يبقى اصدار التشريعات الالزاميه، الزموا الشعب ان هو ينفذها. ظهر مفهوم عالميه الحضاره، قلنا عالميه او عولمه، اللي طبق الكلام ده الاسكندر. اقوى هيئات الحكم، اقوى الهيئات بعد الملكين في سبارتا، مين اقوى حد بعدهم؟ مجلس الشيوخ. طيب القاسم المشترك بين العقيده الدينيه في كل من فينيقيا والاغريق، احنا قلنا يا اخوانا السؤال ده من الاسئله المهمه جدا جدا جدا، قلنا ان الاغريق متاثرين بشكل واضح بفينيقيا، متاثرين بيهم في الزراعه، متاثرين بيهم في صناعه السفن، متاثرين بيهم في الدين، لدرجه ان كان بيدي المعبودات بتاعتهم صفه بشريه، اعبد اي اله انت عايز تعبده، يا رب تعبد بص يعني البطاطا، بيديله شكل انسان، فهو بقول لك تجسيد المعبودات بصوره بشريه، والحاجات دي انا شرحتها لك من شويه، وارجع كده للفيديو لو انت كنت سرحان مني ولا حاجه. رغم اختلاف النظام السياسي والاجتماعي بين اليونان الا ان القاسم المشترك، وقلنا القاسم المشترك يعني شبه. ايه الشبه ما بينهم؟ طبعا الشبه ما بينهم لا اما الدين، كانوا بيعبدوا زيوس، لا اما الالعاب. هل مدين الاثنين مع بعض؟ لا، مدين الحياه الدينيه بس. الاغريق خدوا ايه من مصر؟ خدوا طبعا عباده ايزيس. السؤال ده من الاسئله المهمه جدا جدا جدا، بقول لك اقرا كده الجمله اللي قدامك. الحضارات زمان ما كانتش بتقلد بعض وخلاص، مش مجرد نقل واقتباس بس، لا، ده كان في بعض الحضارات بتتطور، زي ما ولد يورانت قال الحضاره نظام اجتماعي يعين الانسان على زياده من انتاجه الثقافي. هات لي حضارتين ليهم تاثيرات ثقافيه على العالم، تعالى واحده واحده من تحت لفوق. الاشوريه والفرعونيه، الاشوريه لا عشان كانت بتعيش على الحرب، فطبعا هستبعدها. فينيقيا والكلدانيه، الكلدانيه كانت عايشه على الحرب والاداره والعماره، فملهاش تاثير ثقافي. اما الاغريقيه طبعا لها تاثير ثقافي، اللي هم الفلاسفه، والفينيقيه اللي هي الابجديه، عشان كده دي ادق اجابه بالنسبه لي، ودي من الاسئله المهمه جدا تاخد بالك منها. قد سعى الاغريق قديما لتحليل ودراسه العقبات، اول ما تلاقي كلمه تحليل تروح تختار فلسفه، زي ما حضرتك بتتفلسف على ابوك لما تخرج بعد الدرس تتمرقع مع اصحابك والوقت يسرقك، فالحصه كانت الساعه 1 تروح الساعه 3 4 بالكتير، الساعه جت 8 وانت في الشارع، فابوك يسالك انت كنت فين، تقعد بقى تتفلسف وتحلل له، مدرس جه متاخر ساعه ونص، وبعد كده قعدنا دخلنا معرفش في امتحان، وبعد ما خلصت وانا ماشي حصلت خناقه وكان في ناس بتتخانق وبتتعور، يرضيك ابنك يخش في وسط الخناقه يتعور؟ لا لا، انا وقفت في جنب لحد ما الخناقه انت عمال تحلل له الحوار، فاهم؟ فتحليل ده هنا فلسفه. طيب كتاب تاريخ الحيوانات هو محاوله لتطبيق الفلسفه على جزء من العالم الطبيعي. مين العالم اللي اهتم بكل العلوم؟ لسه قايل لك عليه من شويه، طبعا كان ارسطو. بداية الكتابة التاريخية في اليونان، من الأسئلة اللي تلخبط أي حد، أول ما بتلاقي كلمة كتابة بتجري تدور على حد من بتوع الأدب أو بتوع الشعر، بس هو قال كتابة تاريخية، يبقى لازم أدور على حد من المؤرخين، وطبعا مين في الاختيارات من المؤرخين؟ بلوبيوس، احنا قلنا بلوبيوس وهيرودوتو واسترابون. التعرف على المهارات العسكرية والبطولية لليونان، أروح طبعا لكتابات هيموروس، ليه؟ لأن هيموروس اتكلم عن الكلام ده، اتكلم عن الشعر الملحمي. تفوقت مدينة الاسكندرية على اثينا في جميع المجالات العلمية، بس اثينا فضلت شاطرة، بقول لك فترة من الفترات الاسكندرية كانت رهيبة، كانت جامدة جدا جدا جدا، بس في مجال اثينا فضلت متفوقة عليه طول العصور القديمة، وفضلت هي القابضة عليه، اللي هي مجال الفلسفة. يمثل معبد البارثنون، قلنا المعبد ده رمز من رموز العظمة، متاخد من عندنا صح؟ طب اشمعنى معبد البارثنون اللي بيتباهوا بيه؟ قال لك لان ده يمثل قمة ما وصلت اليه العمارة اليونانية. شهدت بلاد اليونان القديم نوع من انواع الوحده قبل فيليبي المقدوني، احنا قلنا اتحدوا في حاجتين اتنين بس، اتحدوا في الدين وفي الالعاب الاولمبيه. من الاسئله الحلوه جدا جدا جدا، بقول لك لو احنا حابين نختار اتنين ملوك في سبارتا، طبعا احنا عندنا الشرط عندنا بتاع الملك اللي يمسك الحكم في سبارتا يكونوا من اكبر او اغنى اسرتين. بص في الرسم البياني، الاسره الاولى
واصلين لقمه الرسم البياني. الاسره الثانيه اقل شويه. بص الاسره الثالثه اعلى، صح؟ الاسره الرابعه اقل. يبقى الملكين مين اكبر واغنى اسرتين؟ الاولى والثالثه. تأثرت الأنشطة الاقتصادية لبلاد اليونان بالطبيعة الجبلية كما هو الحال. احنا قلنا شبه مين يا اخوانا نسخة؟ شبه طبعا فينيقيا. اليونان شبه فينيقيا. طيب، إذا أردت أن تبني مجتمعا صالحا فأصلح أخلاق الأبناء ليصلحوا ما أفسده الآباء. مين الملك اللي قال هنضم للشعب وهنضم للطبقة العامة علشان أهتم بالنشء فلما يكبروا يبقوا أحسن من آبائهم؟ طبعا اللي قال الكلام ده بيركليس. بص هو عموما دي التقييمات بتاعت الوزارة، ولو مش موجودة معاك ممكن تبعت لنا على الرقم ده أو على الأرقام اللي احنا هنسيبها لك تحت كده في الوصف، أو حط لنا كومنت ونبعت لك الPDF عادي جدا، ونبعت لك الPDFات اللي جايه كمان. انت تابعنا ان شاء الله، هنزل لك كميه حاجات تعجبك جدا. طيب، الاستفتاء هو اجراء دستوري تقوم به الدول. بقول لك عنصر في سبارتا كان لازم ياخدوا رايهم علشان ينفذوا اي قانون جديد. طبعا ده كان الجمعيه الشعبيه. كان مفهوم الوحده السياسيه هو السبب الرئيسي في نجاح مقدونيا في السيطره على بلاد اليونان، وده عكس اللي حصل في الحضاره السومريه لان السومريين ما اتحدوش. هناك علاقة ارتباط بين نشأة الحضارة المينوية وجزيرة، طبعا ده سؤال مباشر، جزيرة كريت. كريت تعرف بالحضارة المينوية. بقول لك تشريع القوانين يمكن من خلاله ضبط سلوك المجتمعات وأفرادها. يعني أنا لما أبقى عارف إن أنا لو غلطت غلطة أتعاقب هخاف أغلط الغلطة، أو لو شفت واحد تاني أتعاقب هخاف أقلده. فهنا نفس الفكرة بالظبط. بيقول لك بقى أقدر إن أنا أطلع قوانين علشان اظبط المجتمع من خلال ايه؟ في سبارتا. سبارتا مين اللي بيطلع القوانين الاول؟ طبعا اللي بيطلعها الاول مجلس الشيوخ ثم الجمعيه الشعبيه يقولوا موافقين او مش موافقين. رغم تنوع الانشطه الاقتصاديه في بلاد اليونان وافريقيا الا ان المورد الاساسي للاقتصاد كان قائم. احنا قلنا افريقيا كانت قايمه على التجاره، يبقى اكيد اليونان كمان كانت قايمه على التجاره. تعال نشوف شويه اسئله على درس البطالمه. من الاسئله الحلوه قوي اللي تحسه ايه كيد كده بيكيد فيه. بيقول لك مقوله ما فشلت فيه انت نجحت فيه انا. ممكن يجي يقول لك نجح الاسكندر فيما فشل فيه مين؟ يقول لك الجمله بتاعت ما فشلت فيه انت نجحت فيه انا، الجمله دي الاسكندر يقولها لمين؟ طبعا يقولها لنبوخذ. ليه؟ لان الاسكندر قدر يفتح مدينه سور، اما نبوخذ ما قدرش يفتح المدينه. طيب، قسمت امبراطوريه الاسكندر الاكبر بمؤتمر عقد في مدينه بابل. بابل دي طبعا في العراق، يبقى في قاره ايه؟ قاره اسيا. من الاسئله الحلوه قوي 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 اللي ممكن يجيبها بطريقه ثانيه وممكن يجيبها بشكل قياس. سؤال رقم 3. خرجت حملات الاسكندر المتجهه نحو الشرق لمحاربه الفرس عن اطار الحملات التقليديه بسبب. يعني الطبيعي ان انا رايح احتل اي دوله فطبيعي اخد خيراتها ومواردها. السؤال ده بيقول لك بقى في حاجه مختلفه عملها ملهاش علاقه بالكلام ده. السؤال ده ممكن يجي ازاي؟ يقول لك قام محمد علي بعد فتح السودان بانشاء عدد من المدن مثل مدينه الخرطوم وكاسلا وفمكه. اسمها ايه؟ فمكه. مما يعني ان محمد علي طبق سياسه مختلفه عن من سبقوه. يبقى هو كده خالف، يعني انتهك سياسه من خلفوه من سبقوه عن ايه؟ عن إيه؟ بناء المدن. نفس الفكره بالظبط. هنا الاسكندر مش طبيعي ومش منطقي ان انا جاي احتل دوله ابني فيها مدينه، فاهم؟ فكده ان الحمله بتاعته مش تقليديه بالمره. تقريبا ده التاريخ الوحيد اللي هتركز فيه في الترم ده. تغير الوضع السياسي في مصر خلال القرن الرابع قبل الميلاد. الرابع قبل الميلاد يعني سنه 3000، سنه 300 قصدي، سنه 323. باخد اخر رقم اهو بزود عليه واحد، ده رقم القرن. ايه اللي حصل وقتها في الفتره دي؟ قال لك حصل طبعا الاسكندر مات وحصل مؤتمر بابل، يبقى انعقاد مؤتمر بابل في العراق. طب ليه الدنيا كلها اتغيرت؟ لان املاك الاسكندر الامبراطوريه الكبيره دي كلها اتوزعت. تظهر عبقريه الاسكندر الاكبر في التعامل مع المصريين والتركيز على الجانب العقائدي. اول ما الاقي كلمه عقائدي هنا بيتكلم على الديني. طب هل اهتمام بموارد اقتصاديه، اداريه، معامله حسنه، ولا اظهار ولاء للمعبودات؟ ديني يبقى ولاء للمعبودات. يعد مؤتمر بابل عام 323 شاهد تاريخي على حاله التفكك اللي حصلت في املاك الحضاره الاغريقيه، لان طبعا احنا قلنا الاملاك اتوزعت. سيلوكس خد ايه؟ شطور، قول لي كده في الكومنتات سيلوكس خد ايه؟ ها، اللي موجودين في قاره اسيا. طب وانتجونس خد اللي موجوده في قاره
اوروبا. وبطليموس خد ايه اللي موجوده في قاره ايه؟ قول لي كده في الكومنتات. يرجع السبب الرئيسي وراء قيام البطالمه باستصلاح مساحات كبيره من الاراضي الزراعيه الى. ليه عمال يستصلح؟ اوعى تنسى ان كلمه استصلاح دي معناها توسع افقي. طب لما ازرع الارض والمحصول يطلع واشيله ويطلع واشيله، دي بنسميها توسع ايه؟ قول لي كده. بقول لك ليه عمال يستصلح اراضي يستصلح اراضي يستصلح اراضي؟ لان احنا قلنا ان الزراعه كانت اهم حاجه عند البطالمه، عشان كده طبقوا فيها نظام الاحتكار. قلت لك افتكر محمد علي، يبقى اعتماد الزراعه هي عماد القوى الاقتصاديه عندهم. طيب روح للسؤال اللي بعده، بيقول ادى اهتمام البطالمه بالصناعه. خدها قاعده، ما دام قال لك في زراعه وفي صناعه عند اي حضاره، مليون في الميه يبقى في تجاره. عند زراعه وعند صناعه يبقى في تجاره. طيب يبقى ازدهار التجاره الخارجيه. ايه كمان؟ كانت معظم انواع الاراضي الزراعيه في مصر في عهد البطالمه. بص يا اخوانا، احنا قلنا البطالمه اعتبروا ان الاراضي هم ورثه الملك، فما دام الملك خد الارض يبقى انا خدت الارض من الملك، فالارض كلها ملكي. ومن ايه يا مستر الاراضي اللي انت قلتها لي اللي هو بيديها للجنود وبيديها للموظفين وبيديها للكهنه؟ هو بيعتبرها كلها هبات، يعني هدايا، يبقى منح وهبات. طيب عندما تولى محمد علي حكم مصر جعل من الجيش اهم اهتماماته، ومن الاحتكار قاعده عشان يبني نهضته الاقتصاديه. وكده يبقى هو شبه مين؟ طبعا محمد علي اهتم بالجيش، صح؟ مين يهتم بالجيش عندنا في منهج سبارتا؟ ومحمد علي اهتم بالاقتصاد واهتم بالزراعه، زي مين؟ زي البطالمه. يبقى سبارتا في الجيش والبطالمه في الاقتصاد. مستدل من تطور الزراعه في مصر في عهد البطالمه انهم اعتمدوا على حسن الاداره، وظهر ذلك من خلال. يعني ايه كلمه حسن الاداره؟ يعني اقدر استفاد من كل الموارد المتاحه وما اخدش حاجه من حد. طيب ايه كمان؟ قال لك هل معناها تدمير نظام الري القديم؟ لا. زراعه كميات كبيره من القمح برضو ملهاش علاقه، او تمشي معانا خليها. ولا تبوير الاراضي القديمه؟ لا. يبقى انا ينفع الثلاثه وينفع اتنين. طب ليه اختار نظام الدوره الزراعيه هي اللي صح؟ يعني ايه كلمه دوره زراعيه؟ يعني توسع راسي، يعني انا ازرع الارض والمحصول يطلع واشيله ويطلع واشيله ويطلع كده. فكده هو كده عمل ايه يا شباب؟ كده قدر يعمل حاجه اسمها حسن الاداره، قدر يستفاد من الارض. يرتبط او ترتب على سياسه البطالمه التجاريه في مصر افتقاد افراد الطبقه الثالثه. من افراد الطبقه الثالثه؟ المصريين. بسبب ان هم مطبقين نظام الاحتكار، فالمصريين مضطرين يسمعوا كلامهم، ما اقدرش اخالفهم، فكده افتقدوا للحريه الاقتصاديه. طيب على اي من حكام الامبراطوريه البطلميه في مصر يمكن ان يطلق لقب المؤسس؟ طبعا اللي اسس الدوله بطليموس الاول. ظهر اول اهتمام بالمجال الحيوي الجنوبي. يعني ايه كلمه مجال حيوي؟ حدود. اول مره نهتم بالحدود من جهه الجنوب، الملك اللي راح الجنوب وراح في الشرق كان بطليموس الثاني. اقرب حكام البطالمه لقلوب المصريين بطليموس الثالث، اللي قال مش هسيب شعبي يموت جوع وشالنا عليهم الضرايب، عشان كده حبوه. طيب بيقول لك طغت الاطماع السياسيه على العلاقات الاجتماعيه. مين اللي بصل لمصلحتها لدرجه ان تقتل اخواتها وجوزها عادي جدا؟ طبعا الحلو ده كليوباترا السبعه. بدأت ثقة ملوك البطالمة في الكفاءة العسكرية للمصريين منذ عهد مين؟ الملك اللي قال أنا ما عنديش مشكلة خالص أدخل المصريين في الجيش وأدي لهم الوظائف بس يتعلموا الكتابة بتاعتنا. طبعا اللي قال الكلام ده كان بطليموس الرابع. تعالى ناخد شوية أسئلة على الحضارة الرومانية، ويا رب ما تكونش زهقت مني. أنا عارف إن أنا طولت معاك بس حقك عليا، حقك عليا بجد. بس إن شاء الله ده يبقى فيه يعني أنت أكيد شايف إن أنت منضف ودنك وبتسمع معلومات جديدة أكيد يعني. طيب تعتبر روما نواة الإمبراطورية الرومانية، وكان ميلادها السياسي على أسس. روما لما بدأت احنا قلنا دولة اعتمدت على القوى الإيه يا شباب؟ العسكرية. بدأت تهزم كل اللي يقابلها. دانت لروما السيطرة، يعني أصبحت لروما السيطرة على جميع حضارات العالم القديم. بعد روما امتى بقى اسمها سيدة العالم القديم وبقت أقوى دولة في العالم؟ بعد ما هزمت البطالمة. طب البطالمة إيه في الاختيارات؟ البطالمة مرتبطين بمعركة أكتيوم البحرية. تمكن الرومان من السيطرة الكاملة على سواحل البحر المتوسط بعد سقوط احنا قلنا البطالمة. كانت الملكيه في روما نموذج لاي صور النظام الملكي الاتيه. الملك في روما احنا قلنا الملك معاه كل حاجه. اي نظام ملكي بنقول عليه ملكي، فردي، مطلق، وممكن نقول عليه كمان اوتقراطي، يعني حد ظالم جدا، يبقى ملكيه مطلقه. مين اللي كان لهم سلطات الملك في روما في ظل النظام الجمهوري؟ يعني تحسهم كده بيقوموا بدور الملك، وتحسهم معاهم سلطات سياسيه وتشريعيه. طبعا كان مجلس الشيوخ، عشان كده قلنا اكثر من استفاد من تغير نظام الحكم هو مجلس الشيوخ. بقول لك لو حصلت أزمة اقتصادية والحكومة حبت تدي اقتراح ترشيد الاستهلاك،
فتروح لمين يدي الاوامر للشعب؟ هتبعت لهم رساله على الفيس والواتس والانستجرام والتيك توك، ولا هتعمل ايه؟ قال لك الحكومه محتاجه حد يبقى وسيط. مين الوسيط؟ ماما. صح، مين ماما عندنا في المنهج؟ اي نقباء العم. ماشي. هناك علاقه بين سقوط الدوله البيزنطيه وقوه، طبعا البيزنطيين وقعوا على ايد محمد الفاتح، ومحمد الفاتح ده تبع المسلمين. اختلف مجلس الشيوخ في روما أثناء العصر الجمهوري عن العصر الملكي، وده سؤال من الأسئلة المهمة جدا. هم 300 شخص هم بس في العصر الجمهوري بقى لهم سلطات سياسية وتشريعية، أما في العصر الملكي كان دورهم سوري أو شكلي، ما كانش لهم لازمة. يبقى السلطات التي يمارسونها. الهيئة التي كانت تملك القدرة على تحقيق متطلبات الشعب الروماني في العصر الجمهوري، يعني مين اللي يقدر يحقق أي حاجة الشعب عايزها؟ طبعا مجلس الشيوخ. وكده نكون خدنا نبذة سريعة جدا على 3 دروس شرح وحوالي 100 أو 120 سؤال أسئلة على التقييمات، وتقدر تقول إن أنت لو ذاكرتها كويس تكون مستعد اللي جاي إن شاء الله. أنا اسمي محمد أبو بكر، بشرح مادة التاريخ، ولو عايز معلومات أكتر تابعني. سلام.